الإسلام، الإيمان، الإحسان، وكذلك أشراط الساعة تعتبر ركن من أركانها. والأوضاع التي تعيشها الأمة في أيامنا هذه حقيقة تستدعي للتأمل والدراسة والتمعن فيها، وإنزال الأحاديث النبوية على ما يقع حتى نخرج بما هو حاصل اليوم، لأننا سنواجه في الأيام الأخيرة للزمن بعض الشخصيات التي يتعلق بها أمور خير، وشخصيات يتعلق بها أمور شر، ولها صفات، وهذه الشخصيات إما أن تقودنا إلى خير عظيم، وإما أن تقودنا إلى شر مستطير. فمن الشخصيات التي تقودنا إلى خير عظيم المهدي عليه السلام الذي ذكر في أحاديث آخر الزمان، فإن هذا الرجل رجل عظيم بكل ما تعنيه الكلمة، وذلك أنه أولا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيت الذي أمر الله عز وجل أن نحبهم ونقدرهم ونحترمهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكذلك يأتي على وقت تكثر فيه الدماء والهرج، الهرج قيل يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل. يأتي على زمن الأمة تسفك فيها الدماء وتختلف خلاف شديد فيما بينها وتصل إلى حد من الضعف، فيجمع هذه الأمة ويوحدها ويوحد صفها، ثم يقودهم إلى أعلى الانتصارات على كل الأمم، ويملك مشارق الأرض ومغاربها. وقد ذكر في الحديث على أنه ملك الأرض 4 سيملكها 5، قال مسلمين وكافرين، فأما المسلمين فهما سليمان وذو القرنين، وأما الكافرين فبخت نصر ونمرود. وقال وسيملكها 5 من أمتي وهو المهدي عليه السلام، سيملكها 5 من أمتي وهو المهدي عليه السلام. ومن كرامة الله عز وجل لهذا الرجل هو ومن معه، فإنه يأتيه جيش من قبل الشام وهم في مكة، فيخسف الله عز وجل بهذا الجيش، وأن السماء لا تدع قطرة إلا أنزلتها، والأرض حبة إلا أنبتتها، ويحثي المال حثيا ولا يعده عدا، يكثر المال في زمانه. ويأتي على زمن البترول، أشارت الأحاديث أنه يأتي على زمن البترول فيوزعه بين الناس بالسوية. المهم المقصود من وراء هذه شخصية خير يجب أن نعرفها من خلال تتبع الصفات الزمنية والصفات المكانية والصفات الشخصية، يعني ندرس صفات الزمن، ما هي الصفات هذه التي إذا وقعت هذه الأحداث دل على أنه قد أظلنا زمان خروج المهدي، وما هي صفات الأماكن التي يخرج فيها، يعني ما أسماء المناطق، ثم ما هي صفات الشخص، يعني كيف شكله، ما هي أخلاقه. تمام؟ طيب، وهناك أيضا شخصيات شر، ومن شخصيات الشر الدجال عليه لعائن الله، الذي ما من نبي منذ آدم عليه السلام إلى أن خرج رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا وهو ينذر أمته الدجال، قال وإني منذركموه وإنه خارج فيكم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهذا شر غائب، يقول صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر، يكفر أعظم الناس، يدخلهم معهم إلى الجحيم، أعوذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من شره، ويدعي بأنه أولا خليفة للمسلمين، ثم يدعي بأنه نبي، ثم يدعي بأنه الرب. فهذا شره مستطير، ويؤتيه الله عز وجل أشياء يفتح له في خوارق العادات، وهذا الفتح ما هو إلا للفتنة، فمعه قبائل من الجن يتمثلون له في صورة الأموات، فيأتي إليه الرجل فيقول إن كنت ربي فحي لي أباي الذي قد مات أو أمي التي قد ماتت، قال فيأتيه كمثل أبيه وكمثل أمه، تمثل له الشياطين كمثل أبيه وكمثل أمه. ويأتي إلى رجل أو شاب فيقتله ويشقه فلقتين، ثم يمشي بين الفلقتين ثم يقول له قم، قال فيستوي قائما يعني يحيي الموتى. فبلاؤه عظيم على الأمة، أعاذنا الله وإياكم منه، ونسأل الله أن ينجينا من فتنته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة في آخر كل صلاة من 4 فتن، منها فتنة المسيح الدجال. طيب، نحن الآن في أحداث حقيقة واقعة في هذه الأيام تدل من خلال الإرهاصات أنها بداية مقدمة لخروج الإمام المهدي عليه السلام وقيام الملحمة العظمى التي ستكون في الشام. من خلال صفات زمنية نتدارسها، سنحاول بقدر الاستطاعة اختصار يعني هذه الصفات، وإن قدر الله أن التقينا في مجلس غير هذا المجلس
فإن شاء الله سنأخذ بالتفصيل فيها. أما الصفات فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر في حديث حذيفة بن اليمان الذي يرويه في مسند الإمام أحمد وفي الجامع الصغير، وهو أول حديث في الجامع الصغير، يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون فيكم النبوة إلى ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم تكون فيكم خلافة راشدة، ثم إذا شاء الله أن يرفعها رفعها، ثم يكون فيكم ملك عاض، ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم يكون فيكم ملك جبرية، ثم إذا شاء الله أن يرفعه رفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. هذه يقول عنها أهل العلم هي المراحل الخمس السياسية في الأمة التي ستمر فيها الأمة. أولها سيبدأ بنبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وانتهت بنهاية نبوة الرسول: ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. ثم المرحلة الثانية الخلافة الراشدة، الخلافة الراشدة وهي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وانتهت بهم. وهذه الخلافة الراشدة كانت تقوم عن طريق الشورى، يجتمعون فيتشاورون فيما بينهم فيختارون أحدهم عليهم. من بعد علي بن أبي طالب ومن بعد الحسن رضي الله عنه انتقل الحكم إلى بني أمية، فمعاوية رضي الله عنه سلم الحكم تسليما لابنه عن طريق التوريث وليس عن طريق الشوروية، فكان أول خطأ انفتح على الأمة. من هناك أصبح الحكم شوروي، أصبح الحكم توريثي. فالدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، هذه كلها قائمة بأحكام الله بشريعة الله عز وجل. الجهاد قائم، والفتح الإسلامي قائم، والأحكام الشرعية قائمة، كل أمر في الأمة قائم. اللهم ينقصها فقط قضية الشورى. قضية الشورى كان يورث الحكم كمثل ما تورث متاعك لابنك، وهو أمر ظالم يعتبر بالطبع. طيب، ثم انتقلت بعد الدولة العثمانية إلى مرحلة أدهى وأمر، وهي مرحلة الحكم الجبري. نحن لنا اليوم 100 سنة من بعد سقوط الدولة العثمانية دخلنا في مرحلة الحكم الجبري، وهو الحكم بالقوة، الحكم بالقوة والمخالفة لشرع الله عز وجل بالقوة بالحديد والنار. وهذه مثلها مثل الأحكام القانونية التي نحكم بها اليوم، كأحكام فرنسا وبريطانيا والقانون الروسي والقانون الأمريكي وغيرها من القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما وضعت لمخالفة شرع الله وإقامة دول مفترئة مخالفة لدين الله عز وجل. وقد عمل اليهود والنصارى علينا عمل طويل جدا على مدى 100 السنة، وأذلونا ذلة عظيمة جدا، وقسمونا إلى سيسبيكوا بما تسمى قطع مفصلة، المقصود من وراءها إضعاف الخلافة الإسلامية وإضعاف الأمة الإسلامية. وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه في هذه الأيام وأنتم تسمعون. هذا الحكم الجبري في زماننا كل العلماء مجمعين على أن الفترة التي نعيش فيها حكم جبري. كل الجماعات ليسوا مختلفين في أنه حكم جبري، اللهم يختلفون في قضية التعامل مع الحكم الجبري. أما توصيف المرحلة الكل متفق عليه بالإجماع في كل الجماعات. أنا لي بحوثات دقيقة في هذا ومقابلة لكثير من المشايخ والعلماء وجلسات معهم، ما اختلف أحد ممن سألته، لا من جماعة، امسك من عند الزنداني من الإخوان المسلمين، امسك من السلفيين من عند الشيخ مقبل إلى أصحابه الآخرين، امسك إلى جماعة الجهاد من الشيخ أسامة إلى الآخرين، والجماعة الدعوة والتبليغ هؤلاء منهم اسألوه وغيرهم موجودين. فأنا لا أريد أن أفصل بالأسماء إلا أنهم كلهم هؤلاء يتكلمون ولهم أشرطتهم ولهم كل شيء متفقين على أنه حكم جبري، لكن في التعامل يختلفون. فهؤلاء يرون على أن الخروج من مرحلة الحكم الجبري إلى الخلافة الراشدة عن طريق العلم الشرعي كمثل السلفيين، يقول لك اطلبوا العلم، بس اطلبوا العلم. والله قاطعتك الآن، أنت عديت شيء اللي هو الملك العاض اللي هي زي ما قلت الخلافة الدول. لا اصبر هو كتوضيح من السؤال. البعض الآن منتظر ما هو الملك العاض، أنت الآن بتقول الملك الجبري. لا قلت حاجة العاض بس البعض ماش متلوه يعني. لا تكلمت عليه. الملك العاض قلنا الدولة الأموية والعثمانية، وقلنا حكم توريثي وليس حكم شوروي، قلت هذا الكلام. وقلنا عن الخلافة الراشدة كان حكم شوروي، والآن انتقلنا إلى الحكم الجبري. تمام. الحكم الجبري قلنا أنه أحكام مخالفة لشرع الله،
يحكمون بقوانين أمريكا وأوروبا الاشتراكية الديمقراطية الرأسمالية، بهذه الأحكام نحكم اليوم بالربا والرشوات والفساد العام. هذا الذي هو حاصل في الأمة، هذا حكم جبري يسمى حكم جبري، حكم بالقوة بالحديد والنار. قلنا أن الجماعات الإسلامية لا تختلف في توصيفها، لكن تختلف في التعامل معها. فعندي مثلا جماعة أهل السنة السلفيين يقولون حتى يذهب هذا لابد أن نعلم الناس كلهم، لابد أن يتعلم الناس، بعد كيف ستقوم الخلافة؟ عندي الإخوان المسلمين يرون على أن لابد من خوض السياسة في داخل دهاليز الحكم والمنافسة عليها حتى نصل إلى مرحلة الخلافة، وهم قد وصلوا في مرحلة الآن إلى مرحلة متقدمة ثم رجعوا مع الثورات هذه. تعرفون أن مرسي مسك في مصر والغنوشي وأصحابه في تونس وأصحاب ليبيا وفي اليمن هنا، يعني بدأت مراحل متقدمة، وكانوا يقصدون من هذا إقامة دويلات إسلامية ثم بعدها يعلنون خلافة، يجتمعون مع بعض ويعلنون خلافة. طيب، وأتى الجهاديين قالوا لن تنتهي الفتنة الذي نحن فيها إلا بالجهاد والقتال في سبيل الله. وأتى أهل الدعوة قالوا نستمر في الدعوة وجمع الناس إلى الخير إلى الخير إلى الخير حتى يأتي زمن المهدي سيأخذ 313 رجل يبايعون بين ركن المقام تقوم الخلافة. فهم يختلفون فقط في التعامل مع المرحلة، لكن لا يختلفون في توصيف المرحلة. المرحلة القادمة هي مرحلة الخلافة على منهاج النبوة. مرحلة الخلافة على منهاج النبوة. نحن حقيقة من خلال دراستي أنا أقول على أننا نحن الآن في آخر مرحلة للحكم الجبري، نحن الآن في المرحلة الانتقالية بين الحكم الجبري وبين الخلافة على منهاج النبوة. بدأت هذه المرحلة بمرحلة ثورات الربيع العربي. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث واصفا هذه المرحلة، وهو من حديث حذيفة بن اليمان الذي يرويه في كتاب صفة المهدي لأبي نعيم الأصفهاني. يقول صلى الله عليه وسلم: ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة. إذن يتكلم عن إيش؟ الحكم الجبري. ويح هذه الأمة من ملوك جبابرة كيف يقتلون ويخيفون المطيعين إلا من أظهر طاعتهم، فالمؤمن التقي يصانعهم بلسانه ويفر منهم بقلبه، فإذا أراد الله أن يعيد الإسلام عزيزا قصم كل جبار عنيد، وهو القادر على ما يشاء أن يصلح أمة بعد فسادها. ثم قال: يا حذيفة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي تجري الملاحم على يديه، لا يخلف الله وعده وسريع الحساب. إذن تكلم هنا عن الحكم الجبري وقال هؤلاء الحكام الجبابرة يقتلون ويخيفون المطيعين. يقتلون ويخيفون المطيعين. من هم المطيعين؟ من هم المطيعين؟ أهل الدين الذي يطيع الله والرسول، كذا اختصارا الذي يطيع الله والرسول. إذن فطالما هم يقتلون كل من أطاع الله والرسول، إذن هم معهم طاعة غير طاعة الله والرسول، معهم طاعات أخرى، قوانين أخرى مخالفة لشرع الله. طيب، إلا من أظهر طاعتهم، يعني من سار على طريقتهم. وهناك قسم آخر من الناس المؤمن التقي صاحب التقية الذي يجامل بلسانه ويفر بقلبه. فإذا أراد الله أن يعيد الإسلام عزيزا، فإذا أراد الله أن يعيد، هنا إرادة إلهية سابقة مثلها مثل التي ذكرت في سورة القصص، في أول سورة القصص عند ذكره لموسى عليه السلام، قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قالوا: أوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. يعني بدأ أولا بالإرادة قبل وجود فرعون وقبل وجود موسى فالله يريد أن ينصر المؤمنين على الطغاة. فهكذا هنا قبل ما يذكر المهدي ذكر الإرادة، أن الله يريد أن يصلح الأمة بعد فسادها. يقول الأمة فاسدة والله يريد أن يصلحها، ماذا سيفعل؟ قال: قصم كل جبار عنيد. قصم كل جبار عنيد. ومن أنواع القسم الإسقاط، فإذا سقط حكمهم وذهبت ممالكهم بمعنى أنه قصم ظهره. تمام؟ فإذا رأيت الحكام فجأة يتساقطون ودولاتهم تتساقط فاعلم أنها المرحلة الأولى من أجل أن الله يريد أن يصلح الأمة بعد فسادها. بمن؟ قال: يا حذيفة، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم. أن الله سيصلحها بخروج الإمام المهدي عليه السلام. تسجيل بس. طيب، الشيء الآخر الذي نتكلم فيه ولا تشغلكم، الأمر الآخر أنه نحن رأينا أن الحكم الجبري بدأ منذ ثورات الربيع العربي في عام 2011 بالسقوط. فجأة 4 حكام في سنة واحدة يتساقطون، الشعوب كلها تهيجت. هذه إرادة الله،
لا يزايد علينا مزايد يقول هذه عن طريق الغرب، عن طريق أمريكا، عن طريق روسيا، عن طريق أحزاب، عن طريق إخوان مسلمين، عن طريق جماعات أخرى. ليس هناك جماعة استطاعت أن تقوم بهذا، وإنما إرادة الله التي ثورت الشعوب بهذه الإرادة. الله الذي ثورهم بها، وهم لو بنوا على هذا مئات السنوات أنهم يصلون لهذه المرحلة لا يستطيعون أن يصلون إليها. التهييج العام هذا لا يستطيع عليه إلا رب العباد. تمام. ولهذا خرج أناس من الشوارع، بوعزيزي في تونس يحرق نفسه فيخرج الشعب يتظاهر، قليل واحدة في مصر تخرج أيضا مظاهرة فيخرج الناس وراءها، إلا وتبعتها ليبيا وتبعتها اليمن وتبعتها سوريا. في أطفال في سوريا، أطفال صغار الذين هيجوا هذه الثورة العظمى، وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالمقصود من وراء هذا أن عام 2011 كان يعتبر منعطف تاريخي عظيم للأمم كلها. عام 2011 أشار إليه في رواية الحديث. نحن سنتجاوز قضية الأحاديث الصحيحة والضعيفة إلى بعض المصطلحات الحديثية أذكرها لكم. أن الحديث الصحيح لابد أن نعتقده قبل وقوعه وبعد وقوعه، يعني من قبل أن يقع. طالما الحديث صحيح نعتقد على أنه لابد أن يقع هذا الأمر. معي أحاديث صحيحة تذكر المهدي، إذا خلاص أقول جزما وحتما أن المهدي سيخرج. أحاديث تذكر الدجال والحديث صحيح، أقول جزما وحتما أن هناك واحد يقال له الدجال سيخرج. فهمتم هذا الكلام؟ الحديث الضعيف في الأصل أنه يستأنس به في هذه الأمور المستقبلية، فضائل الأعمال يستأنس به، يعني يذكر للذكر وللمدارسة للمكاتبة كمثل ما فعل سلفنا، لكن لا يعتقد به. يعني مثلا يذكر حادثة أنها ستقع في مستقبل الزمان، نقول الله أعلم الحديث ضعيف، ربما يقع ربما لا يقع لضعف الحديث، لكن لو وقع في الواقع فهو قوي. وهذا نص عليه أهل العلم. الخطيب البغدادي نص على هذه المسألة، ونص على هذا ابن الصلاح، ونص عليه أيضا حمود التواجري في كتابه إتحاف الجماعة، ونص عليه الشيخ بن عثيمين وهو يذكر حديث 72 صفة في أمتي إذا وقعت فإنها قد أضلتكم الساعة، فقال وهذا الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح وهو واقع في أيامنا. وعلى هذا جرى كثير من أهل العلم أنها إذا وقعت في الواقع فإن الواقع يصحح متن هذا الحديث وليس السند، يظن السند ضعيف لكن المتن صحيح، الواقع صحيح. تمام. ولهذا أنا سأتكلم عن وقائع سواء كان الحديث صحيح أو ضعيف، واقعة قد وقعت عندي. فعام 2011 في كتاب الفتن لنعيم بن حماد يقول اجتماع الناس على المهدي سنة 400 بحساب العجم لا بحساب العرب، يعني أول مرحلة تقودكم حتى تجتمعون على المهدي ستبدأ من سنة 400. ضع رقم 4 وضع بعده 200. 2004 هي قراءتين تقرأ 4 و200 بمعنى 204، أو 400 تضع رقم 4 وبعده 200 تصبح 2004. قال بحساب العجم، حساب العجم يعني الحساب الميلادي وليس الحساب الهجري. والحساب الميلادي إذا قلنا 204 فإنه قبل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ليس هو هذا المقصود، إنما المقصود التاريخ الثاني الذي هو 4 وتضع بعده 200 يصبح 2004. انتبهتم لهذا؟ عام 2004 يقول ستبدأ الأحداث. طيب التاريخ الميلادي قد غير قبل 500 سنة. قبل 500 سنة خرج رجل يسمى الجرجري، خرج وعدل في التاريخ وقدمه 7 سنوات، وهذا موجود لمن يتابعون الجوجل والانترنت، يكتب تاريخ الجرجري المقدم 7 سنوات وسيخرج الأبحاث فيه كاملة. غير التاريخ وقدم 7 سنوات وعممت وأصبح هذا التاريخ الذي نحسب به اليوم مقدم 7 سنوات. الدولة الوحيدة التي رفضت أن تغير هي أثيوبيا لأنها نصرانية أرثوذكس محافظين على قضية التاريخ الميلادي عندهم، قالوا لا يبقى التاريخ على ما هو عليه، فاستمروا على تاريخهم. والعالم كله غير تاريخ 2004 ولما إلى يومنا نعم. أي نعم الحساب يعني على حسابهم. طيب عام 2011 نقص منه 7 سنوات 2004 خرجنا على نفس الأثر. إذا أحداث الثورات العربية اللي هي عام 2011 بالتاريخ المغير وتعادل 2004 بالتاريخ الحقيقي هي الأحداث التي ستقودنا إلى خروج الإمام المهدي، هكذا يقول. ولهذا أنا أسألكم الآن، هل الأحداث عندنا في اليمن هنا هدأت من بعد الثورة من بعد عام 2011؟ معنا رئيس اليوم لا أسوأ. صح تمام.
في يوم هذا 3. تمام. طيب هل معنا في تونس هل الوضع تحسن؟ في ليبيا، في مصر، في الشام، سوريا، في العراق، كلها على ما قال الأخ من سيء إلى أسوأ، تغيرت الأمور. طيب يقول هذه ستتحول بهذا الشكل حتى يخرج الإمام المهدي عليه السلام. ننتقل الآن إلى بعض الأحداث في المناطق العربية. في سوريا يقول عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول ستكون بالشام فتنة أولاها لعب الصبيان. ستكون بالشام فتنة أولاها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب آخر، فلا تتناهى، ويطلبون المخرج فلا يجدونه، حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم، يعم أهل الأرض جميعا، ألا إن أميركم فلان، فذلكم المهدي حقا، فذلكم المهدي حقا، فذلكم المهدي حقا. طيب نأخذ هذا الأثر ما معناه. يقول ستكون الأحداث التي تنتهي بخروج المهدي أول ما تقع في الشام ستبدأ بلعب صبيان. انظر، نحن قبل قليل كنا نتكلم أن تاريخ 2004 هو بداية خروج المهدي عليه السلام. سننظر الآن إلى الشام، هل الفتنة هذه التي وقعت منذ عام 2004 الذي هو 2011 هل بدأت بأطفال صغار يلعبون؟ لما تأتي في الشام ستلقى أن في الشام أول ما بدأت بأطفال درعا، خرجوا من مدرسة 40 في درعا، كتبوا على الجدران ارحل يا بشار، جاك الدور يا دكتور. أطفال صغار يلعبوا، مش منظمة ولا مرتبة ولا شيء، أعمارهم أقل من 15 سنة، أعدادهم تصل إلى 10 أو أقل، مدرسة 40 خرجوا كتبوا جاك الدور يا دكتور ارحل يا بشار. يعني كانوا يتابعون الظاهر القنوات الفضائية، ينظرون في مصر ارحل يا مبارك، وفي تونس ارحل يا علي، وهنا عندنا وكذا، عجبهم بالحال، قال نحن كمان نسوي ظاهرة من عندنا. أطفال صغار. أتى الأمن السوري قبض عليهم، أخذهم، عذبهم، مات بعضهم تحت التعذيب، منهم حمزة الخطيب وثامر وغيرهم، موجودين إلى الآن أفلامهم في اليوتيوب بصورهم وبالأفلام الفيديو. قتل هؤلاء تحت التعذيب بالصعق بالكهرباء إلى غيرها. قام أبهاتهم بعد 8 أيام خرجوا مظاهرة يطالبون بإخراج أبنائهم، يعني ما أرادوا أن يرحلوا بشار، نريد بس أبنائنا، أخرجوا أبنائنا. واجههم الأمن السوري بالسلاح، قتل 8 أنفار. خرجت مظاهرة أخرى واجهها بالسلاح، فاندلعت في كل مكان، كلما تهدأ في جهة تقوم في جهة أخرى. يقول فلا تتناهى، ما هي رايحة تنتهي هذه الفتنة؟ ولو رأينا أن الثورات الأخرى تأخذ قسط من الراحة والهدوء، إلا ثورة سوريا مستمرة في تصعيد مستمر. صح ولا لا؟ تتابعون الأخبار ولا ما؟ طيب، وبعد ذلك ماذا يقول؟ يقول ينادي هذه الفتنة فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء. يطلبون المخرج، يريدون يتخارجوا أول من هذه الفتنة. أتت الأمم المتحدة، أتت منظمات حقوق الإنسان، دول انحياز، جنيفة الأولى اجتماعات، جنيفة الثانية، دول التضامن الإسلامي، حاولوا أن يحلوا هذه المشكلة، فمن حلت هذه المشكلة؟ يقول فلا تتناهى حتى متى؟ قال حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم. في شيء تريدوه؟ لا في غيركم سيأتي يعني. لا فلا تتناهى، ويطلبون المخرج فلا يجدونه، حتى ينادي مناد من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم، ويعم أهل الأرض جميعا. هنا صفة عظيمة جدا في هذا الحديث، وهي أنه يشير إلى الحضارة الحديثة، أن المهدي عليه السلام سيخرج في عهد السيارة والطائرة وفي عهد الإعلام. هنا في هذا الحديث يشير إلى الإعلام. يقول منادي ينادي من السماء يسمع أهل كل لغة بلغتهم، يعم أهل الأرض جميعا. أنا أسألكم، القنوات الفضائية من أين تصدر؟ فين الأقمار الصناعية؟ من فوق السحاب، من السماء. تمام. ويسمع أهل كل لغة بلغتهم. القنوات الفضائية بأي لغة؟ كل اللغات. هل القنوات الفضائية في اليمن بس ولا في العالم كامل؟ إذن هنا الأثر يشير على أن خروج المهدي سيكون في هذه الحضارة في عهد القنوات الفضائية. من يقول أنه في وجود السيف وعدم وجود هذا؟ كثير. من يقول هذا؟ كثير. أنا أعرف رد عليهم يعني. أنا سأختصر لكم. أنا كنت قبل فترة كذا مع الشيخ الزنداني، هو كان ممن يقول أنها بالسيف والرمح، وكانوا ينتظرون، يقولون أنه في كوكب متجه إلى الأرض سيصطدم بالأرض، ويقولون أنها ستأتي زخات حرارية تفيد هذه الحضارة، وربما تحصل حرب هرمجدون
التي سيقع فيها انفجار نووي سينهي الحضارة الحديثة. هذا على رأس مشايخ الزنداني، وفي مشايخ كثيرين غيرهم، مش بس هو، كثيرين. فلما أتيت أناقشهم بهذه المسائل وأذكر لهم الأحاديث قالوا أنت حليت المشكلة كلها، كنا ننتظر عادنا. بعضهم يستدل الشيخ محمد مانع الشيخ عبد الباسط يستدل بأن خروجه يضع السيوف على الزيتونة في دخول بيت المقدس. لا، مش في دخول بيت المقدس، هذا يكون في فتح القسطنطينية. في فتح القسطنطينية قال فيعلقون سيوفهم بأشجار الزيتون. وأتت رواية أخرى فيرسلون 10 فوارس إني لأعلم أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هذه بعد القسطنطينية. متى القسطنطينية؟ بعد ما يخرج المهدي، وبعد ما تقوم الملحمة العظمى، وبعد ما يفتح أوروبا ويفتح أمريكا ويفتح الهند، بعدها تفتح القسطنطينية التي هي تركيا، وعندها يعلقون سيوفهم. أولا يحتمل شيئين اثنين، إما أنه الحضارة مع كثرة الحروب التي تقوم تنتهي الحضارة الحديثة، وهذا لا أظنه. طيب الأمر الثاني أنه لا يمنع وجود استعمال السلاح القديم مع السلاح الجديد. أنا سأقول لكم، يمكن أكثركم الآن يتابع الإعلام، تنظرون أنتم دائما إلى ما يحصل في العراق الآن مع أبو بكر البغدادي. بماذا يذبحون؟ بالسلاح القديم. ما هو الذي أفزع العالم؟ ما أفزعهم الكلاشين ولا هذا، لكن أفزعهم السكين التي تذبح. صح ولا لا؟ هذاك اللي ماسك السكين بيد الشفة هذه كذا، هذه اللي أفزعتهم، لكن ما أفزعهم الكلاشين ولا المدرعيات، ما أفزعتهم، هذا شيء عادي. إذن فلا يمنع وجود السيف والرمح واستعمال الخيل، بل أنه الآن في العرض العسكري في كل دول العالم عندما يعرضون، أول جيش يعرض جيش المشاة، الجيش الثاني جيش الخيالة، على الخيول يخرجون، جيش الخيالة في كل دول العالم، هذا معروف. بل أنه لما أرسلت أمريكا إلى أفغانستان يبحثون عن أسامة بن لادن، أرسلوا بالخيول فوق الجبال، قالوا ما في سيارات تطلع فوق الجبال وكذا، أرسلهم على الخيول وجابوهم على السلفاز وهم يبحثون عن أسامة بن لادن بالخيول. فلا يمنع وجود هذا مع هذا. انتبهتوا؟ طيب إذن انتبهوا، إذن الحضارة الحديثة، المهدي يخرج في الحضارة الحديثة، هذا أولا بالنسبة للإعلام. طيب بالنسبة للمواصلات سنذكر الآن بعض الآثار التي توحي أن المهدي يخرج في هذا. يا بني إذا رأسك وجعت من الشمس تعال على هنا، أنا أراك بقطع رأسك، تعال على هنا، افتحوا له، تعال هنا. تعالوا هنا، اللي يريد يجلس هنا ترى مبسوطة الأرض ترى. أي تعال تعال هنا، شيء يجلس جنبك واحد. تعال واحد هنا يأتي، تعالوا هنا واحد يأتي هنا. اللي من الأخير ها. من الجنب. أيه. هيا قدموا شوي. طيب مما تفضل. طيب مما يوحي على أنه في الحضارة الحديثة أيضا هناك آثار أخرى مثلها المواصلات. المهدي عليه السلام يخرج من مكة، ورد في الأثر يخرج من مكة إلى المدينة، ويرجع من المدينة إلى مكة، ويرجع من مكة إلى المدينة 3 مرات ذهابا وإيابا، رايح جاي، يعني ما يعدل 6 مرات. تمام. وأصحابه مثل ذلك يذهبون وراءه 6 مرات يبحثون عنه. هذه تتم منذ أيام التشريق في شهر الحج إلى 10 من المحرم. أيام التشريق تكون متى تبدأ أيام التشريق؟ أقل من شهر سيكون. يقول الإمام البرزنجي الحسيني صاحب كتاب الإشاعة فيما أتى في أشراط الساعة، هو رجل قديم مات على الحضارة الحديثة، لما ذكر هذا الحديث قال ويظهر أن المهدي وأصحابه تطوى لهم الأرض، يعني عن سبيل الكرامة، أو أنهم من أصحاب الخطوة، يعني يضع خطوة هنا وبعد كيلو خطوة ثانية، يعني على سبيل الكرامة، فهو أجراها على طريق إيش؟ الكرامة. لكن قياسا لو خرج اليوم في زماننا وراء الحضارة الحديثة ماذا سيقول؟
غير مكة والمدينة اليوم ستأخذها في خلال يوم واحد 12 مرة بالقطار، نصف ساعة ذاهب آتي. عندما القطار اليوم نصف ساعة من المدينة إلى مكة، يعني 12 مرة ستذهب ذاهب وآتي، مش في خلال شهر 6 مرات. انتبهت لهذا؟ هذا يدل على أنها حضر. الشيء الثاني، ورد من الآثار على أن المهدي عليه السلام عندما يبايع بين الركن والمقام فيأتي مناد من السماء يسمعه أهل الأرض، فيأتيه أصحابه من مشارق الأرض ومغاربها في نصف ليلة، يطيرون في السحاب، يعرفون بأسمائهم وأسماء آبائهم وألقابهم. أولا يدل هذا على الطائرة؟ وألا يدل على أن الجوازات والتذاكر اسمك واسم أبوك ولقبك؟ الذين ركبوا الطائرات ما تعرفون هذا الكلام ولا لا؟ إذن هذا يدل على أنه في عهد الطائرات وفي عهد السيارات وهذا. طيب، الملحمة العظمى تقوم بقيادة الإمام المهدي عليه السلام. الملحمة العظمى تقوم بقيادة الإمام المهدي عليه السلام. طيب، قام عمران بن الحصين والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الملحمة العظمى فقال: من إمام الناس يوم ذاك؟ قال: مهدي رجل صالح من أمتي. فالمهدي هو الإمام سيكون. يقول في الملحمة العظمى الرسول يقول: وإن السفود في ذلك الزمان ليخترق الرجل العظيم. السفود قال قطعة حديد صغيرة أو الشوك الصغير، يعني قطعة حديد صغيرة مدببة تخترقه، رصاص وشظية. طيب، يقول: ولا يضر الرجل يوم ذاك أن يكون معه الصمصام الذي يجدع الأنف. يقول في ذلك اليوم أنت لا تحتاج إلى سيف حاد جدا، قال ما تحتاج إليه. ملحمة عظمى تقول ما أحتاج سيف حاد. قال: أن يكون معه القناة يعني القصبة المفرغة، أينما يوجهه أبانه، يعني في أي مكان يتجه بها يصيب بها. فيقول أنت لا تحتاج إلى سيف حاد، وإنما تحتاج إلى قصبة مفرغة، البندق. لو أتينا في الزمن الأول وأتينا الواحد قلنا يلا ننزل المعركة ونعطيه قصبة، قل روح حارب بها، ولا أنت مجنون، الناس معهم سيوف عداد. لكن في زماننا تعطي الواحد سيف حاد قل روح حارب، قال معك لازم من بعيد من شفاف هذه شيله، صح ولا لا؟ نعم. أي هذا هو الأثر. طيب، يقول: وإن الطير لا يقذف عليكم وعليهم. فما هو هذا الطير الذي يقذف علينا وعليهم؟ طائرات يقذف علينا وعليهم، طائرات حربية. يقول ماذا؟ وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته، صواريخ من فين تخرج؟ من الجناح. وإن الطير لا يرشقكم من أجنحته بنيزك من نار. قال: فيقعون في مهيل من الأرض، يعني الأرض تتحول إلى أرض رمادية. طيب، ليش تتحول إلى أرض رمادية؟ قال: فيقعون في مهيل من الأرض بعد صواعق ورواجف تصم الآذان. ما هي هذه التي تزلزل الأرض وتصم الآذان أصواتها؟ يدل على ماذا؟ صواريخ قنابل وكذا. ما لكم في أحد جاي؟ ها؟ طيب، معكم هم؟ طيب، استقبلوهم منكم تستقبلوا، مشغولين فيهم ولا فيه؟ انا اروح نفسي على ايش؟ طيب، انتبهوا، ركز، لانه كل نقطة تفوت عليك سيفوتك يعني شيء كبير من المعلومات. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. طيب، الآن هذه بالنسبة للحضارة الحديثة تكلمنا على بعض يعني المقاطع. نأخذ بس مسألة واحدة وهي مسألة البترول، أن المهدي عليه السلام يخرج في زمن حضارة البترول. أن المهدي عليه السلام يخرج في زمن حضارة إيش؟ البترول، النفط. يقول في صحيح مسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان فتقتتل عليه الأمة، فيقتل عليه من كل 199. طيب، يقول أولا تقيء، القيء هو الطرش أو الإرجاع، كلكم تسموه القيء، الطرش والإرجاع، ما يخرج من البطن هو القيء. القيء لا يخرج إلا سائلا، صح ولا لا؟ فيقول لك الأرض ستقيء، يعني معناه أن الأرض ستخرج مادة سائلة، تمام؟ قال: تقيء الأرض أفلاذ كبدها. أفلاذ الكبد، الأفلاذ هو جمع كلمة فلذ، والفلذ هو قطعة كبد الجمل، فمعناه يقول أن الأرض ستخرج مادة سائلة سخينة مثل أكباد الإبل، لونها أسود على أحمر شوية. هذا لون البترول أول ما يخرج من الأرض، الخام. ويقول من الذهب الأسود يسموه، يقول على شكل اسطوانات
أول ما يخرج من الأرض يعبوه في براميل حتى يحسب البئر بالبراميل، يقول لك فيه 12,000 برميل، 10,000 برميل في اليوم يخرج. صح ولا لا؟ والبرميل كيف شكله؟ اسطواني، صح ولا لا؟ إذن هو إشارة إلى البترول. يقول عن المهدي، سئل علي بن أبي طالب عن المهدي فقال هيهات هيهات ذاك يخرج في آخر الزمان، وعقد بيده 2 و5، يعني أنه يعيش 7 سنوات. ثم قال ماذا بعدها بعد أن ذكر ال7 سنوات؟ قال فتخرج له الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب فيوزعه بين الناس بالسوية. على ماذا يدل؟ أن المهدي سيأتي على حضارة البترول ويقسمها بين الناس بالسوية، يعني كلكم تصبحون أغنياء، مش بس دول الخليج يلبسوا ثياب بيضاء وكذا ويتأنتجوا وإحنا من عندهم جياع. كل الناس يصبحون أغنياء، ولهذا هو سيأتي على الحضارة هذه فيوزعها بين الناس، يحصي المال حثيا ولا يعده عدا من كثرة المال الذي يحصل في ذلك الزمن. حقيقة البترول الخليجي فقط نحن وزعنا البترول السعودي بغض النظر عن البترول الكويتي والأماراتي والليبي والإيراني والعراقي، هذه كلها مناطق بترولية مليئة بالبترول. الذي فقط في السعودية وزعناه مرة من المرات على عدد الأمة كامل الإسلامية اللي هي 1.5 مليار مسلم، بعد بيع وجدنا أن كل شخص سيحصل في اليوم على ما يعادل بالريال اليمني 15,000 ريال يمني يوميا. الأمة كامل. تصور لو أنك أنت يوميا تستلم 15,000، هل يبقى في أرض المسلمين فقير؟ هل يبقى في أرض المسلمين فقير؟ لا. فلا يبقى فيها فقير. عليكم السلام. فلا يبقى في أرض أهل الإسلام فقير أبدا، كلهم سيغنون. عرفتم ولا لا؟ فكيف لما يأتي عليه البترول الإيراني والبترول العراقي والبترول الليبي، هذه كلها سيملكها المهدي. كم ستأخذ في اليوم؟ إذن لما يقول يحصي المال حثيا ولا يعده عدا، يعني معناه بس حط ثوبك كذا ولا نزل الشدادة وعبي كل يوم عبي كم ماشي. قال فلهذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يأتي الرجل إلى بيت مال المسلمين فيقول للمهدي عليه السلام، يقول اعطني، يقول اذهب إلى بيت مال المسلمين، فإذا إلى بيت مال المسلمين يقول المهدي أمركم أن تعطونا. قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله، يعني يا دوب يحمله، يحتاج إلى حمال ما يجد حمالين، الناس كلهم أغنياء، فيخرج بكيسه من الذهب فلا يجد أحد من الناس عند الباب، هو الوحيد، فيقول قد كنت أشح أمة محمد أما وسعهم ما وسعني، ثم يرجع مرة أخرى يقول له خذ ما أريده، يقول إنا أمرنا أن لا نأخذ شيء أعطينا، يعني خذه بالقوة لندخلك السجن. يعني اسم الله يأخذ منه بالطبل. يقول يمر عليه الرجل قال فيركله برجله، يركل الذهب برجله، فيقول أفي هذا قطعت يدي، كان سارق من أول وقطعوا يده، فلما يأتي أيام الخير موجود، يقول يركله برجله، فيقول أفي هذا قطعت يدي، ويأتي القاتل يقول أفي هذا قتلت، ويأتي قاطع الرحم فيقول بهذا قطعت رحمي، قال فيتركونه فلا يأخذونه. أيام مباركة. تمام. طيب نواصل الآن. فقلنا أن المهدي عليه السلام سيخرج بهذه الحضارة الحديثة. يقول في رواية الحديث، ننتقل الآن إلى العراق، عندنا 3 أحداث سنتكلم عن حدثين منها ونتجاوز الباقيات لقصر الوقت. يقول أولا عن قتل صدام حسين في العراق، عن قتل صدام حسين، خروج اللي هو مقتدى الصدر ومن معه من الشيعة، هذه كلها أشارت إليها الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقتل خليفة العراق، يقتل خليفة العراق يعني حاكم العراق. وأتت في رواية في كتب الأخبار وبين يدي المهدي يكون في العراق شنق، فما قتل رئيس للعراق شنقا إلا صدام حسين. إذن الرواية تشير إليه. يقتل خليفة العراق فيخرج عليهم رجل مربوع القامة كث اللحية أسود الشعر براق الثنايا فويل لأهل العراق من أتباعه المراق، ثم يخرج المهدي منا أهل البيت فيملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وأتى في رواية أخرى ثم يخرج عليهم رجل مربوع القامة كث اللحية أسود الشعر براق الثنايا فويل لأهل العراق من أشياعه المراق، من أشياعه المراق، يعني أي أنه سيخرج رجل مع الشيعة وهو رجل كث لحية براق ثنايا ربعة، هذه كلها مواصفات مقتدى الصدر. بعده يخرج المهدي عليه السلام.
هذه أحداث ستكون في العراق. هناك أحداث كثيرة نتجاوزها الآن لضيق الوقت. طرق الميش لا عندنا، إذا أنت ما عندك أعمال إحنا معنا أعمال ومعنا سأحاول بقدر الاستطاعة. تعال بقدر الاستطاعة. عندنا في مصر وما يحدث في مصر، بس كرمتم شوية كذا. طيب في مصر عندنا في مصر حادثتين حصلوا، شخصيتين خرجوا أمامنا نشاهدهم، مرسي والسيسي. مرسي والسيسي. يقول في الأثر: يخرج في مصر جبار قصير، رجل جبار قصير، فيغلب الأبقع على ملكه ويقتل ويخرب مصرا، فإذا سمع بالعائذ في البيت أرسل إليه جيشا فيخرب المدينة، وهو الذي يخسف بجيشه في البيداء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أولا يقول هناك رجل سيكون قصير وهو جبار، هذه تنطبق على السيسي الذي يعرف طوله تماما، رجل قصير وجبار، القتل لا يومنا هذا مستمر. ينقلب، قال يغلب بمعنى ينقلب، يغلب الأبقع على ملكه، يغلب الأبقع على ملكه. محمد مرسي رجل مبقع شديد البقع، وقد طلع على منصة التحرير وفتح شميزه يومها هكذا، وهذا جسمه كله مبقع، وأنا أذكر هذه الحادثة وما تزال مسجلة، حتى أنا كنت يعني أشاهده وأقول لواحد بجانبي يقول له انظر إلى جسمه كيف مبقع، فهو يقول يعني ما وجد الإخوان المسلمين لهذا المبقع، يعني ما وجد واحد مسح تمام نظيف وكذا. فكنت أقول له هي بالسياسة ليست يعني الأمور بالأجسام والأشكال والهذا. نعم. فالحاصل في الأمر فغلب القصير الأبقع على ملكه، غلبه أي انقلب عليه، انقلب على ملكه. طيب بعد ماذا يحصل؟ قال فيقتل ويخرب مصرا، وقتل وخرب مصر. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ يسمع بالعائذ في البيت، يسمع بالعائذ في البيت. العائذ من هو؟ المهدي عليه السلام الذي يدخل عند الكعبة يبايع الركن والمقام، يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بالعائذ. فيسمع على المهدي أنه خرج في مكة. استعاذ أي اعتصم والتجأ، اعتصم والتجأ. إذا اعتصم الإنسان بشيء بمعنى استعاذ به، تمام. فيسمع بالعائذ في البيت، فعندما يسمع بالعائذ في البيت ماذا يحصل؟ يرسل إليه جيشا. الآن في السعودية متعب بن عبد الله قبل أن يموت أبوه عبد الله استعان ب20,000 جندي مصري، أدخلهم إلى داخل السعودية من أجل حماية الحدود السعودية من العراق، من داعش، من أجل حمايتها من العراق. وضع هذه القوات على الحدود، تمام. وفي آن أراد أن يستعملها للانقلاب على الحكم على أبناء عمومته، إلا أنهم انقلبوا عليه في الأخير. وطلب سلمان بعد أن طلع إلى الحكم من القوات المصرية بمغادرة البلاد فرفضت، قال نحن دخلنا بأمر متعب ما دخلنا بأمرك. 20,000 ما يزالوا موجودين، يعني يخرج المهدي موجود الجيش المصري، تمام. إضافة مع الجيش الذي سيأتي من جهة الشام من تبوك، إضافة إلى الجيش المشرقي. هذا الجيش، الثلاث الجيوش ستتحد ضد المهدي عليه السلام عند بيعته بين الركن والمقام، سيأتون المدينة يخربوها الخراب بسبب أنهم يعني يحدثوا فيها الذين بايعوا المهدي، يقتلوا فيهم ويطاردوهم وكذا. ثم بعد ذلك يتجهوا إلى مكة، في الطريق يخسف بهم، في الطريق تنشق الأرض. في هذه الأيام الأرصاد الزلزالية في داخل السعودية ترصد أنه من البحر زلزال قادم على المنطقة، خاصة في جدة، لأن التلفون في السيارة خير إن شاء الله. طيب يعني موجود عند المقطع قو كامل وكذا. في مكة أيضا في شهر محرم، يعني قبل 5 شهور من الآن، قبل 5 شهور 4 شهور الأرض تتشقق ويخرج منها دخان، ومصورة فيلم فيديو موجود عندي في السيارة هنا، ما ليس ببعيد، يعني إذا حصلنا وقت سأعطيكم عليه. الأرض مشققة ويخرج منها دخان. يا شيخ في واحد في جدة إمام مسجد يقول لك لا ينام ولا ليلة في جدة، والله هذه المدينة تخسر. هذا حق عمر السنة الماضية وما ينام ولا ليلة يقول لك في جدة، سبحان الله، ما يبات إلا خارج جدة. سبحان الله. خير إن شاء الله. المهم هذه حقائق علمية موجودة الآن. طيب ننتقل الآن من يعني بمعنى أن المهدي عليه السلام سيخرج في عهد السيسي،
لن يذهب عهد السيسي. عندنا ثلاث الجيوش اللي هي العائد حق مصر أي الجيش الآخر مش عائد مصر، الجيش المصري. أيوة. والجيش الشامي الذي يأتي من جهة الشمال من منطقة تبوك. والثالث يقولنا المشرق، ما ذكر من أي جهة. لكن عندك الآن قوات باكستانية طلبتها السعودية لحماية السعودية، موجودين داخل السعودية، 15,000 موجودين داخل السعودية. باكستان تعتبر من المشرق، والله أعلم يوجد غيرهم أو هذا، لكن هذا الذي هو موجود الآن. طيب والشام منهم؟ للشام منطقة الشام أصلا تبدأ من نفس الأراضي السعودية، من منطقة حائل وتبوك حتى تصل الأردن وسوريا وفلسطين، هذه كلها شام. طيب عندي الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال أن أخوال هذا الرجل الذي يأتي بالجيش أخواله كلب، وهي قبائل عربية نزلت من اليمن قديما في منطقة أجا وسلمى، وانتشرت في تلك المناطق في منطقة أجا وسلمى وحائل وتبوك. تمام. الآن الملك عبد الله وابنه متعب بن عبد الله أخوالهم شمر، قبائل شمر، وهي المناطق الكلبية، خارجين من نفس المناطق الكلبية، يعني أصولهم يرجعون إلى، فأصبح أخواله قبائل كلب، أخواله كلب. والله أعلم كأنهم سينطلقون من منطقة تبوك، هذا هو الذي يظهر، الله أعلم إن شاء الله. طيب نحاول نختصر بقدر الاستطاعة، اسمحوا لي يعني لأن وقتنا ضيق. في اليمن هنا تقع عدة أحداث، أهمها أنا سأذكر لكم أهم الأحداث حدثين: أنه يكون عليهم رجل يقال له منصور، وما عندنا أحد غير عبد ربه منصور، رجل يقال له منصور، وأنتم تسمعون حتى دائما لما يتكلمون بالأخبار ذهب منصور وذهب منصور ورجع منصور وكذا. طيب الأمر الثاني أنه يكون هنا نزاع بين فرقاء سياسيين وأحزاب، فبينما هم كذلك يعني لا عليهم رئيس بنفس الشكل الذي نعيش فيه اليوم، يقول فبينما هم كذلك إذ يقولون ولوا فلانا بل فلانا إذ سمعوا صوتا من السماء، يعني الإعلام، إذ سمعوا صوتا من السماء ما قاله إنس ولا جان، لأن التلفزيون هذا إنس ولا جان؟ لا إنس ولا جان، ما قاله إنس ولا جان. ولوا فلانا فإذا به رجل قد رضوا به وقنعت به الأنفس، ليس من ذي ولا ذي ولكنه خليفة يماني، خليفة ذكروا باسم خليفة، يعني أن المهدي عليه السلام له علاقة بأهل اليمن مذكورة في الآثار والأحاديث، فيخرج هناك فيبايع بين الركن والمقام واليمن على هذا الوضع، ما عندهم رئيس، ساعة يقولون نولي أحمد ولد علي عبد الله، ساعة يقولون نولي محمد علي الحوثي، ساعة عبد ربه منصور، وساعة فلان، وهكذا نزاعات. فبينما هم كذلك خرج المهدي في مكة فرضي به أهل اليمن كلهم. هذا وضعنا. كم باقي له؟ طيب إن شاء الله. طيب هذا أهم حدثين في اليمن، هذا أهم حدثين في اليمن. ننتقل الآن إلى أحداث الجزيرة العربية، وهي أهم الأحداث الجزيرة العربية. أيضا أختصرها، لن أذكر كل الأحداث، نختصرها في 4 أحداث. يقول صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنه: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة، فيأتيه أناس من أهل مكة فيبايعونه بين الركن والمقام. ورد أثر ثاني: من يضمن لموت عبد الله أضمن له المهدي، أما إنه لو مات لا يجتمع الناس بعده على أحد، وسيذهب ملك السنين ويبقى ملك الشهور والأيام. قال: أو يطول ذلك؟ قال: كلا. يعني إذا مات الملك عبد الله قال اختلفوا من بعده، إذا اختلفوا من بعده وصلوا إلى الاقتتال، إذا اقتتلوا من بعده قال ملك السنين ينتهي الذي هو عبد الله، الذي بعده لن يستمر إلا شهور وأيام، لن يطول فترته. تمام. الآن الملك عبد الله قد مات. الخلافات الذي يعرف السياسة خلافات جدا قوية. متعب بن عبد الله الآن الذي هو ولد الملك الأول مستعين بإيران ومستعين بالحوثيين في اليمن ومستعين بالسيسي في مصر، ومحمد بن نايف ومحمد بن سلمان أبناء عمومته مستعينين بتركيا بأردوغان قوات تركية، إضافة إلى بعض الإخوان المسلمين الموجودين في المنطقة، وهؤلاء يحشدون قوى وهؤلاء يحشدون قوى، وسيصلون إلى حد مرحلة الاصطدام العسكري. وقد أدخلوا 20,000 مصري يدخلهم متعب بن عبد الله حياة أبيه، وأرادوا أن يخرجوهم رفضوا. قام سلمان استعان بقوات من داخل تركيا، استعانوا بقوات من داخل إيش؟ تركيا، ب30,000 جندي استعانوا بهم، ب30,000 جندي استعانوا بهم. الآن بدأوا يدخلون إلى البلد، فهنا قوات مصرية موجودة وهنا قوات تركية بدأت تدخل.
إذا اكتمل العدد سيبدأون في الاصطدام في داخل السعودية. فهنا نأتي على الحديث الثاني الذي يقول في حديث ثوبان رضي الله عنه يقتتل، قال صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة، كنزكم يعني الكعبة، كلهم ابن خليفة يعني كلهم من بيت رجل واحد في رواية، ثم لا يصير الملك إلى أحدهم، يتقاتل كل من أجل الملك، ثم لا يصير الملك إلى أحدهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. من هي الرايات السود التي تأتي من المشرق؟ أصحاب العراق، أصحاب العراق أبو بكر البغدادي سيدخل على هناك وسيحصل منه قتل عظيم لهم، يتقاتلوا هم مع بعض ويدخل يكمل الباقي. بينما هم يتقاتلون على هذه المقتلة يخرج المهدي، إذ يجيء المهدي عليه السلام. الآن حدثين، عبد الله مات والخلاف حاصل، بقي اقتتال الثلاثة على الملك والرايات السود تدخل جزيرة، وبعدها المهدي عليه السلام. يعني الرايات السود تكون تقتلها ولا اللي هم السيسي مع حق الجند مع حق تركيا مع بعض يقتلوا الكل يعني. كيف تجمع بين القضيتين الخط؟ طيب يا شيخ قاتلوا مع بعض. توحي انه ملك السنين يعني اللي بعد الان بعد الملك عبد الله اللي على السنين، الان سلمان وغيره يعني ما حيغلق سنه اذا قلنا ملك الشهور ما نعرف، الله اعلم، الله اعلم، لكن هذه اثار والله اعلم، احنا ننظر يعني كاستنتاج مثلا كاستنتاج 12 شهر خلاص دخل في السنه. احنا ما نريد ان نستبق الاحداث، نحن ما نريد ان نستبق الاحداث. يعني انا بقول لك شيء، في يوم من الايام كنت اتكلم عن قضيه المنصور اليماني وانه يخرج في زمانه المهدي عليه السلام. ايام منصور قدم استقاله، انتم تعلمون هذا الشيء. فقال لي واحد من الإخوان قال أنت قلت أنا ما قلت إلا أنه يكون موجودا، المهم أنه يكون في ذلك الزمن الذي يخرج فيه المهدي. قال لا أنا كنت أفكر على أنه سيخرج المهدي وهو موجود يعني على الواجهة. أيوة أيام وراح هرب إلى هناك إلى عدن وأعلن الملك من جديد من هناك. نفس الشخص الذي قال لي قال الله إنك قادر. أنا ما أدري أنا أقول لك دع الأحداث تسير بقدر الله، مش أنا أسيرها. أنا أذكر شيء من الأحاديث وهذا اجتهادي ربما يحتمل الخطأ، لا أقول أنه كله صحيح، يحتمل الخطأ، لكن على العموم في العموم الكامل اليوم علماء الأمة كلهم يتكلمون عن قضية المهدي وأنه في خلال السنوات هذه قادم. طيب بالنسبة لوجود المهدي موجود أكيد 100%. أكيد نعم لكن قال يهديها الله في يوم وليلة، يصلحه الله في ليلة. دعونا نكمل شوية وبعدين نذهب إلى الأسئلة. طيب هذه ما ذكرناها الآن باختصار شديد جدا عن الصفات الزمنية لخروج المهدي عليه السلام اللي يدل أن هذا الوقت هو وقت خروج المهدي عليه السلام. طيب ندخل الآن في الصفات المكانية، ما هو أو ما هي الأماكن التي يخرج منها المهدي عليه السلام؟ المهدي عليه السلام ورد أن مولده في مكة، ورد أن مولده في المدينة، وأنه يجلى إلى اليمن يعني يرحل إلى اليمن. فالزمن اللي يأتي فيه ترحيل لليمنيين اعلم أنه زمن المهدي. على مر التاريخ لم يرحل اليمنيون أبدا من داخل الجزيرة العربية إلا في العهد السعودي، ما سمعنا عن قضية ترحيل إلا في عهد الحكم السعودي، هم الذين رحلوا اليمنيين. تسمعوا على الترحيل ولا ما تسمعوا عليه؟ أيضا أكثركم كنت ترحلوا ولا لا؟ الشعب اليمني يعني أشد من ذاق هذا الباب. في زمن الترحيل المهدي عليه السلام يرحل معهم. يعني أنت الذين يعرفون الترحيل الأقفاص حق السعودية التي يرحلون فيها المرحلين، اعلم أن المهدي يوم من الأيام سيكون في أحد هذه الأقفاص يرحل. تمام؟ شايف؟ قال الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. توقع أن المهدي عليه السلام خرج الآن في زماننا وإحنا كلنا نشاهد الآن، وهو يتحدث مثلا في أعلى مقامات السلطة وهو يقول أنا في يوم من الأيام كنت في قفص الترحيل. تمام؟ سيكون أكثر الذين ترحلوا سابقا اليوم يروها أنها مهانة ومذلة، لكن يوم ما يأتي المهدي يتكلم كذا يرى أنها فخر. وأنا ترحلت يقول كمان أنا زي المهدي، يقول أنا ترحلت زي المهدي. يصير مثلا يعني وقت ما هو هذا ولا ها المهدي أي عن براد يعني وعدو فلسفات يعني لا يعني قد مصلحة الله لا يعرف على أنه المهدي إلا بعد الخسف، لكن من قبل هناك أناس يعرفونه ويظنون ظن غلب الظن، أصحاب الجهل يظنون ظن. كيف أصحاب الجهل؟
يعني الذي بعد المهدي عليه السلام هم 313 رجل فقط الذين أول ما يبدأون معه. هؤلاء أول من يبدأون. 313 كلهم فيهم 7 علماء. هذا العدد هو كامل أول من يبدأون. لكن من ثاني يوم يأتيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها، بمجرد ما تعلن يبدأ الناس ينكبون عليه، ثم بعد ذلك تقوم له دولة. دعونا نكمل. هذا فيرحل قلنا إلى اليمن، يجلى، يسمى في الحديث يجلى إلى اليمن، ثم يخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج المهدي من قرية في اليمن يقال لها كرعة. وكرعة هي منطقتين في اليمن، منطقة موجودة في شرق بيت الفقيه هنا في تهامة وهي عبارة عن قرى تسمى بكرعة، ومنطقة أخرى موجودة في صرواح بلاد شيخكم الشيخ علي في مارب وهي عبارة عن شعبة وليست قرية. كنتوا ولا عادها مثل ما هي؟ عادها شعبة مثل ما هي. فهنا قرية وهناك شعبة، فالله أعلم من أيها، من هذه أم من هذه. طيب، بعد ما يخرج من هناك يعود مرة أخرى إلى الجزيرة العربية، وهناك يبايع بين الركن والمقام بعد أحداث تحصل في الجزيرة العربية. ثم بعد ذلك يخرج متوجها إلى الشام للملحمة العظمى، ويخوض الملحمة العظمى وينتصر، ويكون أعظم قائد تاريخي يضع خطط قوية حربية، ينتصر في أعظم ملحمة على مر التاريخ. هذه الملحمة تذكر في الأحاديث أنها لم تكن ملحمة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ملحمة مثلها. فإذا كانت ملحمة عظمى بهذا الحجم وبهذا القدر فلا بد أنها تكون بالأسلحة الحديثة، لا بد أنها تكون بالأسلحة الحديثة. طيب، ثم بعد انتصاره يتوجه إلى بيت المقدس فيقتتل مع اليهود. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنتم يومئذ شرقي نهر الأردن وهم يومئذ غربيه. واليوم اليهود بالفعل ماسكين فلسطين وهم في جهة الغرب، والمسلمين يأتون من جهة نهر الأردن من جهة الشرق، ويلتقي معهم وينتصر في تلك المعركة، ثم يدخل بيت المقدس ويصبح ملكا على الأرض من هناك، ويرسل جيوشه إلى أوروبا. فورد في الحديث أنه يفتح روما التي هي إيطاليا اللي هي مقر الكاثوليك الآن، ويفتح نيقيا، ويفتح البيت الأبيض بالنص. هذا ورد في صحيح مسلم: يفتح عصيبة من أمة البيت الأبيض، ولا يوجد على مر التاريخ بيت يسمى بالبيت الأبيض غير أمريكا اليوم. وثم يرسل إلى الهند فيفتحها، ويرسل إلى الصين فيفتحها. ثم بعد ذلك يخرج عليه الدجال، فينزل عيسى عليه السلام، فيلتقي المهدي والدجال وعيسى، ويقتلون الدجال ويبقى المهدي وعيسى عليه السلام. بعد ذلك يتوفى المهدي ويبقى عيسى لوحده. هذا يعني مختصر الصفات المكانية. بيت المقدس خلاص من هناك هو يصبح حتى يموت هناك في بيت المقدس، يعني آخر مرحلة له بيت المقدس. يعني إذا أتيت في الخارطة، الذي يذكر الخارطة يأتي من آخر أقصى الجنوب في الجزيرة العربية من اليمن، ثم ينتقل إلى مكة، المدينة، ثم بيت الشام، سوريا، ثم بيت المقدس. يعني من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وبعدها ينتهي. يعني يأخذها خط، الذي يتذكر الخريطة تجدها أنها خط تدرج من الزاوية حتى يصل للزاوية الأخرى. تمام؟ هذه الصفات المكانية. ننتقل إلى الصفات الشخصية المهدي عليه السلام، وبعدها حركة الظهور. الصفات الشخصية عليه السلام المهدي عليه السلام نوعين من الصفات: خلقية وخلقية. أما خلقية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يشبهني خلقا ولا يشبهني خلقا. فهو يشبه رسولنا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، لكن لا يشبهه في صفاته وشكله. طيب، وأما صفاته الخلقية فالمهدي عليه السلام أولا من ناحية الاسم يشبه الرسول، اسمه اسم أبي اسم أبيه اسم أبي، يعني اسمه محمد بن عبد الله. وأما بالنسبة لأمه فقد قيل في بعض الروايات، وإن كان ليس لها أسانيد، أنها مثل أم الرسول أي آمنة. وهو رجل قرشي هاشمي من ذرية الحسن، وقيل الحسين، وقيل منهما جميعا، يعني أبوه عن طريق الحسن، أمه عن طريق الحسين رضي الله عنهم جميعا. وبالنسبة لأصله في اليمن يقول في الأثر: ما المهدي إلا من قريش، وما الخلافة إلا في قريش، غير أن له أصلا ونسبا في اليمن. يعني أي أنه من الأسر الهاشمية اليمنية. تعلمون عندنا في اليمن ناس سادة، صح؟ نعم. وناس أشراف. هو من هذه الأسر، من إحدى هذه الأسر. والديه ينتقلون إلى الحرمين،
وهناك يكون مولد هذا الغلام ويعيش حتى عمره 18 سنة، ثم بعد ذلك يرجع إلى بلاده إلى اليمن بعد أن يجلى، ثم بعد ذلك يرجع إلى هناك، ولهذا يسمى بالخليفة اليماني. يسمى بالخليفة إيش؟ اليماني. طيب النبي يكون بهذا العمر 18. لا هذا الترحيل الذي يقع عليه أول ما يرحل من هناك على هنا عمره 18 سنة. أما بيعته فإنها تتم بين 30 وال40 أو من بعد 40، يعني أي أنه احسبها من 35 إلى 45، عمره بين 35 وال45، هذا العمر التقديري لخروج المهدي عليه السلام. بالنسبة لصفاته الشخصية، هو أجل الجبهة يعني وهو بداية الصلع الذي يكون في الرأس، أقنى الأنف وهو احتداب في وسط الأنف، أعين يعني واسع العينين، أزج الحاجبين يعني متقوس الحاجبين، غائر العينين يعني عينيه إلى الداخل، أفرق الثنايا، ثنايا السنتين التي في الأعلى وفي الأسفل تكون متباعدة، يسمى أفرق الثنايا. في لسانه رتة يعني في لسانه ثقل خفيف يعرفه من يتأمله. أجل الجبين جبهته واسعة، جعد الشعر شعره يسيل على منكبيه يعني إلى مناكبه شعره، ربعة يعني وسط في الجسم، ضرب من الرجال يعني ليس بالنحيل ولا بالسمين، لونه لون عربي آدم يعني فيه سمرة مع اللون العربي يعني سمرة العرب وليس سمرة الأعاجم، أزيل الفخذين يعني متقوس فخذيه، ضخم البطن مبدح يعني بطنه كبيرة لكن فيها تشدد، أجنى يعني فيه ميول، في كتفه شامة وفي فخذه شامة، شامة هي علامة خلقة من الله، في خده الأيمن خال أسود، وهو من بني جسمه جسم إسرائيلي يعني جسم إسرائيلي يعني غليظ الكفين غليظ القدمين غليظ الرأس، يعني لما ترى كله متغلظ في وجهه في يديه في كفيه وكذا. طيب هذه مجمل صفات المهدي عليه السلام. ندخل الآن في مسألة أخرى وهي مسألة حركة الظهور للمهدي عليه السلام. المهدي عليه السلام أول أمره أول ما يظهر، هذا مهم أنكم تسمعوه جيدا لأنه يعني حل أسئلتكم. المهدي أول ما يظهر عبارة عن شخص يطارد من النظام الحاكم في داخل الجزيرة العربية، فيهرب من المدينة فارا ومعه رجل معه، يفر معه رجل يقال في الأحاديث يقال له المنصور أو المبيض، المنصور أو المبيض، فيخرج هاربين فيبعث في إثرهما جيشا، يبعث في إثرهما جيشا يعني معناه مثل ما تسمى الأمن السياسي الآن، الاستخبارات، الأمن القومي، هكذا يبعثون وراءه يبلغون عنه امسكوا فلان، فيبلغوا كل الأجهزة فيبدأوا يرصدونه، فيفر الرجل هاربا. المنصور يقتل ضيعة يعني صاحبه الذي معه يقتلوه يغتالوه، هو ينجو ويسلم من القتل، هو ينجو ويسلم من القتل، فيظل هاربا حتى بعد ذلك يبايع بين الركن والمقام. عندما لا يستطيعون على القبض عليه قال يؤخذ آل بيته كبيرهم وصغيرهم لا يترك منهم أحد إلا أخذ وحبس، يؤخذ صغيرهم وكبيرهم يعني كامل أهل بيته من نساء من أطفال كلهم يسجون بهم إلى داخل السجون. طيب يأخذون بعد ذلك أناس آخرين إلى السجون، فيفر الناس خوفا من ذلك النظام إلى البراري والجبال، إلى البراري والجبال يظلوا هاربين حتى إذا خرج المهدي بمكة وبايعوا مجموعة من الناس، قال فيأتيه الناس كالطير الواردة، اللي هم هاربين في الجبال والمناطق هذه يأتوه كالطير الواردة يعني كمثل الطير لما ترد على الماء هكذا يأتون يعني بصورة سريعة. في هذه المرحلة ينادي مناد من السماء ألا إن الحق في آل محمد، فعند ذلك يشرب الناس ذكره وحبه فلا يكون لهم ذكر أحد غيره، يشرب الناس ذكره وحبه فلا يكون لهم ذكر أحد غيره، يعني معناه ماذا؟ أي أن ستأتي القنوات ببرنامج مثلا حقوقي أو شيء يذكر آل محمد، آل محمد يعني أهل المهدي عليه السلام، يذكر لهم قضايا حقوقية ماذا حصل لهم ماذا كذا، في خلال هذا البرنامج الذي يحصل الناس يتعرفون على هذا الشخص، فيشرب الناس ذكره وحبه فلا يكون لهم ذكر أحد غيره. وأيضا في ذلك الزمن ينادي الله عز وجل في السماء لجبريل يا جبريل إني قد أحببت فلانا يعني المهدي، فينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله قد أحب فلانا، ثم تنزل محبته إلى الأرض فيحس بها الناس كلهم. ولهذا في الزمن الذي يخرج فيه المهدي ستلقى الناس كلهم يتكلمون عن المهدي، تلهج ألسنتهم، يشرب الناس ذكره يعني الألسنة كلها، كل واحد يأتيك واحد بدل في الصحراء. أنا قبل أمس كنت جالس مع واحد مع يعني المشايخ وكذا يقول لي أنا استغربت
كنت هنا في إحدى صحاري تهام وكذا، وقال كان معي مزرعة، قال فمر علي رجل يعني قال بجانب المزرعة بدوي يقول غير متعلم ولا شيء راعي غنم وكذا، قال مر علي وبعدين قال أتى وجلس معي وكذا وكيفك طيب وكذا، بعدين قال قلت له يعني إن شاء الله ربي يصلح الأوضاع وتصلح الأوضاع، قال لا 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 ما لكنش والله مخرجون إلا لا خرج المهدي. فقال استغربت كيف هذا الرجل في هذه الصحراء وبدوي لا متعلم ولا شيء وينهج بذكر الله. فهذا هو يعني أن الناس يشربون ذكره الأمر نتكلم عليه. طيب ثم بعد ذلك يهيئ الله عز وجل مجموعة من الناس يخرجون من اليمن ابتداء ويتراسلون فيما بينهم ويجتمعون عصبا ثم يأتون بيت الله عز وجل ومعهم 7 من العلماء، ويأتيهم أناس من جهة الشام ويأتيهم أناس من جهة مصر وعدة مناطق، فيجتمعون في الحرم ثم يبحثون عن المهدي ومعهم صفاته هذه التي قرأناها فيطبقونها عليه فيجدونه فيأخذونه للبيعة وهو كاره على البيعة مكره عليها، فيبايعونه بين الركن والمقام، وبذلك تبدأ أول نواة لقيام المهدي عليه السلام. ومن هناك سيخرج المهدي عليه السلام ب12,000 إن قلوا أو 15,000 إن كثروا، يعني توافد عليه الناس حتى يصبح جيشه 12,000 إلى 15,000. ويبدأ أول مقتل في الجزيرة مع جيش يسمى أخواله كلب، فينتصر المهدي انتصارا عظيما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب ولو بعقال. لما قال ولو بعقال دل على أن الجماعة في ذلك الوقت سيكونون معهم عقل، إذا المهدي سيقاتل أصحاب العقل. ثم بعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون فارس فيفتحها الله اللي هي إيران، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله. هنا انتهينا. إذا كان معكم أسئلة تفضلوا. الظهور في سنة كبيرة أو بسيطة هي محددة؟ لم تحدد هي، لكن هو في أثر عند الشيعة يقول أنه يخرج في سنة وترية، لكن لا ندري أنه في سنة وترية هل هي بوتر التاريخ الميلادي ولا بالتاريخ الهجري، وإذا كان هل هو سنة الأحداث، هل هي سنة الأحداث التي تكون وترية أم سنة البيعة. لماذا؟ لأنه تقع الأحداث في الحج وفي المحرم يبايع، الحج سنة والمحرم سنة ثانية وهي شهرين جنب بعض. يبايعون الحجاج فالله أعلم. هو ناس يأتون من اليمن بالطبع، يأتون حاجين ومن مصر ومن المناطق هذه يأتون حجاج وهناك يبايعون المهدي عليه السلام. ما الدليل على 313؟ حديث. ما هو حديث؟ حديث يقول صلى الله عليه وسلم يبايع المهدي بين الركن والمقام، ويبايعه 313 رجل. أبي عمرو الداني يرويه أبي عمرو الداني، وروي أيضا في كتاب عقد الدرة في أخبار المهدي المنتظر للشافعي السلمي. صحيح الحديث فيه شيء من الضعف لكن يظل يستأنس به، يعني إن زاد العدد أو نقص العدد، لكن طيب هل لهم صفات تواتر الأحاديث في هذا الباب يرقيه إلى مرحلة الحسن. عندك رواية أخرى يقول عنها ماذا؟ أنه يبايعه 313 رجلا، عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وعدد أصحاب بدر، فتكررت فيها يعني الروايات بهذا الشكل. 313 هل لهم صفات؟ نعم، ذكر صفتين أو 3 صفات، يقول أسد بالنهار رهبان بالليل، يعني الناس عباد من الذين يقومون الليل وفي النهار أسد شجعان أصحاب بطولة. الحديث الذي يقول يصلحه الله في ليلة، يصلحه الله في ليلة، قال أن يوفقه ويلهمه بعد أن لم يكن كذلك، وقيل يعني الأهم منها أنه يلهمه الله ويوفقه إلى أمر الحكم وجمع الأمة، ويأتي والناس في يأس وقنوط من أن يرى فرج، يحاول يجمع الصفوف ما فيش فائدة. شوف اليوم لو رأينا يعني الوضع اللي نعيش فيه، السلفيين في افتراق، الإخوان المسلمين في افتراق، جماعة الدعوة كده حسن بن خوتك على ما يقولون، تمام، ومع هذا برضها والجهاديين في افتراق. ولو أتيت تريد أن تجمع الصف كله ما لن يجتمع لك، تريد سلفي وسني وجهادي وكذا تجمعهم مع بعض لن يجتمع، لكن يريد الله أن يخرج هذا الرجل فتجتمع الأمة عليه. الرسول أخبرني أكون خلافة قبل المهدي. الذي أخبر عنه لم يذكر خلافة، وإنما ذكر أناس سيدعون الخلافة قبل المهدي، وأنه سيكون عليها رجل حسيني من ذرية الحسين. يقول في الرواية، يقول يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرق
لو قابلته الجبال لهدها واتخذ فيها طرقا، يعني أنه صاحب عزيم وصاحب شدة شديدة، لو قابلته الجبال لهدها واتخذ فيها طرقا. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني يقول تخرج رايات سود من قبل المشرق فيسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألون الحق فلا يعطونه، ثم يسألون الحق فلا يعطونه، ثم يعطون ما سئلوا فيرفضونه، فيقاتلون فينتصرون. فإذا رأيتموهم فأتوا إمام أهل بيتي، سماه إمام أهل بيتي، فإنها رايات هدى يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فدل إن عندي رجل من آل البيت سيخرج قبل المهدي برايات سود، فلما يخرج المهدي بمكة يدفعون إليه بالبيعة. ولهذا ورد في رواية أخرى بالنص هكذا، قال تأتي رايات سود من خراسان فتنزل الكوفة يعني العراق، يعني أول ما تبدأ يقول لك تبدأ من أفغانستان فتنزل العراق، فإذا خرج المهدي بمكة دفعت إليه بالبيعة. تظل هذه ما تقاتلش ولا لا تدفع إليه بالبيعة. وطريقة الدفع وردت التنصيص يعني كامل فيها، وهي طريقة المبايعة. يقول يخرج المهدي بمكة فيبايع بين الركن والمقام، فيأتيه جيش من قبل الشام فيخسف به في البيداء، فيخرج وهمدان وزراؤه وخولان جيوشه وحمير أعوانه، ويكثر الله جمعه بتميم، ويسير ورايته أمامه، وتحالفه ثقيف وغداف، يعني القبائل العربية كلها تجتمع عليه. قال فيسير بذلك الجيش في رفق وهدوء حتى ينزل وادي القرى. وادي القرى أين هو اليوم؟ هو في الحدود السعودية العراقية، الحدود السعودية العراقية في سكاكا، دومة الجندل، القريات، هذه مناطق حدود سعودية عراقية، هناك ينزل الجيش. قال فيلقاه ابن عمه الحسيني، فدل أن هناك في رجل حسيني قبله موجود، فيلقاه ابن عمه الحسيني في 12,000 يكون معه 12,000. قال فيقول يا ابن العم أنا المهدي، أنا أحق بهذا الجيش منك. الحسيني يقول له أنا المهدي، أنا اللي سبقتك، أنا الذي أقمت الدولة قبلك، أنا أقمت الخلافة قبلك. فيقول له المهدي بل أنا المهدي، أنا أحق به منك. فيقول الحسيني إن كان لك آية فأتي بها. قال فيومئ إلى الطير فيسقط على يده، ويغرس قضيبا يابسا فيخضر، فيقول أنت أحق به مني، فيسلمه ذلك الجيش ويسير على مقدمته، يسير وزير دفاعه. هذه روايات. هذه الروايات يعني تدل على أن الخلافة البغدادي هذا لم تكن، يعني هو الآن يدعو أنها الخلافة إسلامية. احنا الآن أنا أكلمك من ناحية نصوص، لا تكلمنا من ناحية انزل الواقع. لا ننزل على الواقع، بس ما هو لما أنت تقول لي أنا لو أريد أناقشك في هذا أنا أسألك الآن عرف لي الخلافة. شفت لا طيب هل للخليفة حقوق ولا ما له حقوق؟ وهل للشعب له عليهم حقوق عليه ولا لا؟ طيب أنا أريدك إذا كان هو خليفتك اليوم هل تستطيع تؤدي حقوقك إليه؟ ما تستطيع. إذن كيف يصير خليفة؟ هو خليفة على المنطقة التي يملكها. أقول لك نعم، المنطقة التي يملكها خليفة عليها، أقول نعم. ومن أراد من هنا أن يبايع له بس من باب يعني الإكرامية والمجاملة وعلى أساس إن شاء الله أنها تقوم خلافة تتوسع، لا بأس. لكن أنه خليفة بالمصطلح الشرعي لا. أنت عندك زكوات لازم تدفعها إليه، عندك طاعات لازم تؤديها إليه، عندك محاكم شرعية لازم تتحاكم إليه فيها. طيب هذه كلها ما هي موجودة. ولك حقوق. أنت اليوم أبسط واحد سيصفعك كف ويدخلك الأمن السياسي ويدوسك برجله لما تشبع ما يستطيع يحميك كذا ذرة. صح ولا ما هو صح؟ عندي في عمورية في أيام المعتصم مرأة لطمت كف، قالت ما معتصمة، فسير لها جيش من داخل بغداد حتى عمورية في تركيا وفتحها، وأتى بالرجل العلج الذي لطمها وقالت اقتص منها. هذه الحقوق الشرعية، هذه المعنى الخلافة. خلافة استطيع أن أقوم بحقوق المسلمين في أي أرض أينما كانت، استطيع أن أخترقها وأتي بالحق عليه. فأنا ماذا أقول؟ هي لا بأس بالمصطلح اللغوي أن أسميها خلافة، لا بأس، سموها بالمصطلح اللغوي خلافة. لكن المصطلح الشرعي إلى الآن الخلافة ما قامت. بعضهم يعرف الخلافة أنها لابد أن تكون، عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن تكون الخلافة أنها يدخل فيها أرض الحرمين، مكة، المدينة، بيت المقدس، 3 المساجد لابد أن يشملها، بعدين تسمى خلافة. وعاد ما أخذ ولا واحد منها. فلا بأس قلت لك أن تكون تجاوزا، لكن أن تكون أساسا لا، ما هو صحيح. والحديث فيها شبه كثيرة حركة دار، مش قضية شبه كثير، الإعلام شبهه كثيرة. في واحد من المشايخ لما سألوه هل الخليفة البغدادي هل تعتبر خلافة؟
الخلافة على منهج النبوة اللي ذكرت في الحديث، قال أنا لا أجزم أنها يعني قد تكون في الحديث أو لا، بس أني أجزم أنها على منهج النبوة. ها هو قال واحد من المشايخ لما بيسألوه هل هي الخلافة التي ذكرت في الحديث يعني من بايع رد عليهم قال أنا لا أجزم أنها الخلافة اللي ذكرت في الحديث، قد تكون الخلافة اللي ذكرت في الحديث أو قد لا تكون، بس أنها خلافة على منهج النبوة. أيوة. يعني هذه في آخر الأمر هي اجتهادات، يعني لكل إنسان له اجتهاده. أنا ما أستطيع يعني أخالف اجتهاده، لكن أنا الذي أقوله للخليفة حقوق وللشعب حقوق، فإن وفى كل واحد بحق الثاني واستطاع أن يوفي بحق الثاني فيصبح عليه خليفة، بس هذا هو. طيب أنا أريد أن أقول لكم شيء. لحظة، أنا كنت مرة أتناقش مع واحد بهذه المسألة علكم تستفيدوا منها. حصل نقاش هكذا، فقلت له أريد أسألك سؤال. قال نعم. قلت أيهما أفضل، المهدي عليه السلام أم أبو بكر البغدادي؟ أيهما أفضل؟ طيب قال المهدي عليه السلام. قلت افتراضا الآن لا تجزم كذا، خرج المهدي في مكة وبايع. إذا قلنا أن هذه خلافة لا يجوز لأي إنسان أن يقيم حكم غير البغدادي، هذا لا يجوز. غير المهدي لا، البغدادي أقام خلافة، خلاص احنا قلنا أنها خلافة اليوم ومجزومة علينا كلنا، تمام. طيب إذا خرج المهدي بنفسه، محمد بن عبد الله، أمه اسمها آمنة، الصفات كلها موجودة فيه، أجمع العلماء على أنه هذا المهدي. إذا خرج هذا يصبح من الخوارج، يخرج على إمام المسلمين. فأنتم ألزمت، لا كيف أصلا ذاك مبايع قبله، لا يجوز حتى لهذا المهدي أن يخرج. لكن الصحيح فيها على أن البغدادي خليفة على العراق، وخلينا عاد أرض الجزيرة عادها ولا الأحد. فإذا خرج المهدي فيها لأن ما ليست خلافة، من حقه أن يخرج فيها، من حقه أن يخرج فيها. فإذا خرج فيها وقام خلافة من حقه أن يقيم، بعدين البغدادي يسلمها. كذا ستأتي. أما تقول أن لا تجوز، إذا المهدي حتى لو خرج أي شخص هذا يعتبر من الخوارج. حديثنا ما تولى بتوقع ورطة بعدين مع المهدي. احنا اللي بقى طبعا احنا تكلمنا على كلام الدولة، احنا ما علينا من الدولة ولا غيرها. احنا قلنا الدولة ستستمر حتى قيام المهدي وقيامه في الجزيرة والخسف بالجيش، هذه كلها قد حصلت والدولة عادها قائمة. بعدين تسلم له في الأخير، وأيضا ما تسلم على أساس الخسف، تسلم على آيات ربانية أخرى. لما يأشر للطير ينزل ويأتي بقضيب يابس، يعني خشبة يابسة مثل هذه يغرسها فتكون تخضر، فعند ذاك الوقت يؤمن على أن هذا بالفعل المهدي. هذه أمور مختلفة. طيب والحديث يا شيخ اللي يقول لك من مات وليس في ذمته بيعة، أي حد يعني ليس في ذمتنا بيعة 100 سنة، عادك أنت جاهلية. ليس في ذمته بيعة ذاك لما يكون كده عندك إمام مسلمين قائم موجود يعني موجود على الرؤساء والزعماء اليوم الانتخابات. اتركونا من هذا، خلينا في القريب. لا يا شيخ في مسألة الملحمة، خلي أول هذا قبلك وبعده أنت. أحاديث من علامة الصفراء التي لم تقع بعد كالنهر الذي في العراق الذي ينحصر إلى جبل من ذهب. نعم. هذا يعني ماذا بقى عنه؟ طيب أنا سأتكلم فيه. أولا جبل الذهب، نحن تكلمنا على البترول، تذكر ولا لا؟ طيب، ولفظة انحسر أي قل ماؤه أو ذهب ماؤه. صدام حسين كان نهر الفرات يصب من هنا، تمام، يأتي إلى هنا، فقام هو حولوا إلى هذه الجهة، حولوا 10 كيلو عن منفذه الأساسي، حولوا تحويل. وكانت هنا في المنطقة التي يجري فيها الماء كان في مدينة تسمى مدينة بابل القديمة، كانت مهجورة، فهو أجرى النهر من هنا وأعاد بناء مدينة بابل من جديد، أعادها من جديد. في هذه المناطق التي ذهب عنها الماء أكثرها وجدت مناطق نفطية خرج منها نفط. طيب بعدين المسألة الثانية، حديث تقيء الأرض أفلاذ كبدات تقتتل عليه الأمة فاقتل عليه من كل 199. حديث جبل الذهب يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب تقتتل عليه الأمة فيقتل عليه من كل 199. فالقرينة واحدة أنهم يقتتلون على شيء واحد. إذن اللفظة الأولى يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب له معنيين في اللغة العربية، يا يعني به الجنس، جنس الذهب يعني أنه جبل حقيقي ذهبي، يا يعني به الكم. الرسول يخاطب الكم. ما معنى يخاطب الكم؟ يعني أي أنه سيخرج شيء من كنز من كنوز الأرض فإذا بعتموه يأتيكم بجبل من ذهب. يا يقصد الجنس يا يقصد الكم. الذهب لا يأتي على شكل كتل جبلية أبدا، كتلة كذا كيلو كامل كذا ذهب ما تأتي، دائما يأتي عبارة عن عروق في داخل الصخور يكسروها أو في داخل الأنهار،
ينشلوها بالمنشل ثم يحاولوا يصفوها حتى يذوبوها ويخرجوا منها قطعة بسيطة. ولهذا الذهب استعمل كذهب كشيء ثمين وكذا لندرته. أما أن يأتي بشكل جبل كذا ما يأتي بشكل الجيولوجي. هذه طبيعة الله خلقه لهذا. يعني مثلا أحد يأتي يقول لي أن وجدت إنسان جسمه نفسه يعني من ذهب، مش لونه ذهب حديد ذهب وكذا. تقول لا، خلق الله اللي موجود لا، أنه يكون شحم ولحم، هذا الإنسان الذي نعرفه، صح ولا لا؟ هذه الطبيعة التي خلق الله عز وجل على الناس. حتى الذهب له طبيعة خلقت بها، له تراب مخصص يعرفوه الناس الجيولوجيين، له تربة خاصة يأتي فيها. لما يجد التربة إذا قلت له تعال احنا حصلنا ذهب عندنا، فين؟ قال في هذه المنطقة كأنه فيها ذهب. بمجرد ما يمسك التراب كذا ينظر إليه قال لا الذهب ما يوجد هنا. ليش؟ يقول لك ما يوجد في هذه التربة، يوجد لها تربة خاصة. فهي أتربة، الفضة توجد في تربة خاصة، الفحم يوجد في تربة خاصة، الملح يوجد في تربة خاصة. فهو بمجرد ما يرى التراب يقول لك هذه فيها هذه ما فيها. فهذا علم خاص يسموه علم الجيولوجيا في الأرض. فالذهب لا يخرج إلا في مناطق معينة، ولا يخرج إلا على شكل عروق، لا يخرج على شكل جبل ذهبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يعني به كمية ما يخرج من كنوز الأرض اللي هو البترول سيخرج. لأن الرسول ما عنده أرقام. لما يقول لهم يوشك أن يحسر الفرات عن بترول مثلا وكم كميته، يقول تريليون. الرسول ما يعرف تريليون ولا بليون ولا يعرف هذه الأرقام، لكن يعرف بالكم. يعني كيس من الذهب، كيسين، غرفة، كثيب، جبل من ذهب، جبال من ذهب، أيوة هكذا. يخاطبك باللهجة التي ألفوها بالزمان. شو لما خاطبنا بالطيران ما قال يعني سيأتيك مثلا كونكورد وتقصف عليكم وتقصف عليهم، ولا طائرة حربية تقصف عليكم وتقصف عليهم، ما قال كذا. قال وإن الطير لا يقذف عليكم وعليهم. اللهجة يفهمها الصحابة أنه طير، لكن لما أتى عندنا فهمنا أنها طائرة. هذا عند الصحابة ألف آية. يعني إن هذا هو. الحين هو أمريكا والدول التحالفية موجودة الآن في داخل العراق من أجل ماذا؟ من أجل البترول. هم قالوا من أجل أنه كيماوي مع صدام. دخلوا أثبتوا بأنفسهم أنهم ما وجدوا. اللجنة حق التفتيش قالت ما مش كيماوي. طيب قالوا من أجل أن صدام حسين وما يعبث فيه في المنطقة. طيب كده عدموا صدام حسين وإلى يومك جالسين. طيب ليش ما تخرجون؟ هو كله من أجل استنزاف مادة النفط هذه. أي. هو ضعيف شديد الضعف، لكن مواقعه صحيح قوي. يقول في الأثر هو خاصة هذا الأثر. شوف العجيب أن أحاديث الأشراط لما نضعها اللي هي هذه، لما نضعها كثير من العلماء اللي هم يعني يحبون السلاطين والملوك يتمسحوا بهم قالوا أحاديث ضعيفة، اتركك أحاديث ضعيفة هذه. تمام. لما أتوا عند هذا الحديث حق الدولة وحصلوا في مدخل على الدولة كلهم نقلوا بس على قولك، حطوا في كل مكان. تمام. ايش الحديث؟ خلينا نكمل. طيب عادكم بتجوا عليها. يقول لا تسأل على السوق انت جاي عليه، انت جاي على السوق. فالعجيب في الأمر مع أن هذا الأثر ضعيف شديد الضعف، هكذا محققه محمد عرفة سأتي عليه. الشيخ محمد عرفة في كتاب الفتن لنعيم بن حماد لما وصل عند الحديث هذا قال، وهو أثر لعلي بن أبي طالب، قال وهو ضعيف شديد الضعف. ومع أنه شديد الضعف استدلوا عليه، لكن الباقية قال لا حديث ضعيف اتركك منه حتى لو يكون ضعفها بسيط. هذه مشكلة في التعامل أنك تغرف بمغرافين. لما تأتي للسلطان تغرف له بمغراف، ولما تأتي الباقين تغرف له بالمغراف الثاني. الأثر يقول عاد أنا ما قلتوش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا رأيتم الرايات السود فلا تحركوا فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم ينشأ قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، هم أصحاب الدولة، قلوبهم كزبر الحديد، يقولون بالحق وليسوا من أهله، وفي رواية يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، لا يفون بعهد ولا ميثاق، أسماؤهم الكنى وألقابهم القرى، وشعورهم مرخاة كشعور النساء، ثم يختلفوا فيما بينهم فيؤتي الله الحق من يشاء. هذا هو لا؟ طيب هذا الأثر ما معناه؟ الأثر هذا أولا يقول أن هناك ستكون رايات سود في آخر الزمان. هذه الرايات السود ستختلف فيما بينها. قال إذا رأيت اختلفت فيما بينها فالزم الأرض لا تتحرك، لا تدخل لا مع هذا ولا مع هذا، لأنهم سيقتتلون مع بعضهم ودماءكم هدر كلها. تمام. هذا عند اختلافهم. طيب ثم بعد ذلك قال ماذا عنها؟
قال عنها يخرج قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، يعني من نفس الرايات السود هذه سينفلق فلق منها ناس قليلين لا ينتبه لهم ولا يعرفون، لكن يقول هؤلاء بعد فترة سيصبحون هم أصحاب الدولة ويغلبون على الأصل، الرايات السود كلها هم الذين يغلبون عليها. ولهذا هذه أول ما بدأت أتى بها أبو مصعب الزرقاوي، وكان في أفغانستان. ها؟ طيب منتبه لكن ما دخلت. خلي يكمل الأول، خلي يكمل هذا. طيب أعيدها من جديد. طيب صلى على رسول الله. الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب يقول إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. يعني ما معناها؟ أنها ستكون رايات سود في آخر الزمان، هذه الرايات هي ستوطئ للمهدي سلطانه. تمام؟ هذه الرايات السود أول ما تأتي ثم تظهر يختلفون فيما بينهم، يحصل خلاف فيما إيش؟ بينهم. في وقت الخلاف هذا الذي يحصل فيما بينهم يقول علي بن أبي طالب، بالطبع علي لا يذكر هذا من عقله وإنما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، يقول انتبهوا لا تدخلوا معهم إذا تقاتلوا مع بعضهم، إذا تقاتلوا مع بعضهم لا تدخلوا معهم. وأنتم تعلمون اليوم أن الدولة الإسلامية وجبهة النصرة قاتلوا مع بعضهم وهم أصلا من فئة واحدة، وهنا اليوم القاعدة والدولة الإسلامية بدأوا في مرحلة خلاف، فهو يقول لا تتدخل بينهم. إذا بدأوا يتقاتلون مع بعضهم لا، مع عدوهم قاتل، لكن مع بعضهم لا تدخل بينهم، بعيد عنهم. أي مع عدوهم تقاتل، لكن مع بعضهم لا تقاتل. الخلاف حتى هنا في اليمن كما قلنا حتى هنا. طيب يقول أول ما يبدأ أمرهم هؤلاء سينطلقون من جهة المشرق وهم قوم لا يؤبه لهم، أول ما يأتون ما ينتبه لهم. أتى أبو مصعب الزرقاوي من داخل أفغانستان ومعه مجموعة 7 أنفار، ودخلوا إلى العراق وبدأوا يعملوا 7 أنفار، حتى كان أكثر الإعلاميين يقولون كذاب أمريكا، يقولون أبو مصعب قال لا أبو مصعب ولا شيء، تريد أن تدمر العراق باسم أبو مصعب. هذا أول ما بدأ، لا يؤبه لهم، ما ينتبه لهم. يوم ما قتل أبو مصعب عرفوه بعدين كثير من الناس. طيب تطورت حركته هذه حتى وصلت اليوم على شكل تسمى دولة، تسمى دولة، قال هم أصحاب الدولة. تمام ولا لا؟ ما هي صفاتهم؟ قال قلوبهم كزبر الحديد. قلوبهم يعني قضية مرة مثل ذبح وقتل وكذا، قلوبهم كزبر الحديد. أتت في رواية أخرى قال يسومهم خسفا، يضع السيف على عاتقه يقتل ويمثل. فذكر فيهم 3 صفات. أولا الخسف في التفجيرات، استعمل التفجيرات. والشيء الثاني يذبح يقول بالسلاح الأبيض قتلا ومثلة، القتل بالمثلة هو الذبح عن طريق الأعناق، هذا يسمى قتل بالمثلة، أو قطع الأجزاء من الجسم، هذا يسمى قتل بالمثلة، وهو هذه موجودة فيهم. والحرق برضو مثلة. إذن هذه هي صفاتهم، هذه هي صفاتهم. قال بعدها ماذا؟ قال يقولون بالحق وليسوا من أهله. هنا يعني علماء السلاطين حسبوها أنها لهم، وفي الحقيقة انظر إلى آخر الأثر ماذا قال. آخر الأثر قال في آخر الأثر قال ثم يؤتي الله الحق من يشاء. الله في آخر الأثر. إذا ما هو الحق الذي يؤتي؟ الخلافة. عرفت لا؟ فقال يؤتي الله الحق من يشاء في نفس الأثر، فمعناه يقولون بالحق وليسوا من أهله، يعني يقولون بالخلافة مش هم أهل الخلافة. فهمتوا ولا لا؟ سمعت الصورة؟ أي يقولون بالحق وليسوا من أهله. وفي رواية قال يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، يعني مش هم أهل الخلافة، هم سيقولون بالخلافة يوطئونها توطئة، لكن حقيقة صاحب الخلافة هو المهدي عليه السلام. لكن مش معناه هنا يقولون بالحق وليسوا من أهله أي يقولون بشرع الله وليسوا من أهل شرع الله، لا هذا كلام كذب. لأن آخر الرواية قال يؤتي الله الحق من يشاء. حجة عليهم أيوة حجة عليهم. يؤتي الله الحق من يشاء، فما هو الذي يؤتيه الحق من يشاء؟ واضحة. طيب عندي رواية أخرى تشرح هذا الكلام، وهي رواية ابن مسعود في المستدرك، يقول ماذا؟
قال يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يقاتلون فينتصرون، فإذا رأيتموهم فأتوا إمام أهل بيتي فإنها رايات هدى. فذكر أنها رايات هدى مش رايات ضلالة، مش رايات خوارج، رايات هدى. إذا ما هو طلب الحق؟ طلب الخلافة، يطالبون بإقامة الخلافة، ثم يطالبون بها، ثم يطالبون بها، ثم يقاتلون من أجلها، ثم ينتصرون فإنها رايات هدى. تمام. طيب اللفظة التي بعدها قال لا يفون بعهد ولا ميثاق، لا يفون بعهد ولا ميثاق، هنا ذكرها للنكرة ولم يذكرها للتعريف، ما قال لا يفون بالعهد والميثاق، ولم يقل أيضا لا يفون بعهد الله ولا ميثاقه، ما قال كذا، قالها للتنكير. تمام. أي أنه سيأتي عهود ومواثيق منكرة في الأصل، وهي عهود ومواثيق الأمم المتحدة التي تعارفوا عليها في أيامنا هذه، فأصبحت هي السنن التي تجري، فهم بعهود ومواثيق الأمم المتحدة لا يعترفون بها ولا يفون بها، ولهذا كسروا حدود سايس بيكو وأقاموا الجهاد وغيروا كل الموازين العالمية. فهنا لا يفون بعهد ولا ميثاق للتنكير، أي أن العهود والمواثيق هذه هي نفسها نكرة، هي نفسها نكرة، مفهومة تلفيظات. ثم قال بعدها قال أسماؤهم الكنى أبو بكر، أبو مصعب، أبو عبد الله، أبو إبراهيم، وألقابهم القرى، البغدادي، الجولاني، الزرقاوي. تمام. ويختلفون فيما بينهم وقد وقع الخلاف، ثم يأتي الله الحق من يشاء. شعور مرخاة شعور النساء، وهذا حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنة أن يطيل شعره إلى جمته أو إلى لمته، فإما إلى شحمتي الأذنين وإما إلى الكتفين، هم تجدهم يغلون زيادة، نزلوها إلى أنصاف الظهر إلى أرفع الظهر، شعورهم كذا. المهم هي صفة ذكرها عنهم وليست يعني لها. خروجهم لكن واقعه صحيح. يعني استدل يا حبيبي ايوه ضعيف وشديد الضعف، بس واقعه صحيح. يا اخواني انا بقول لك شيء، انا لو الان اتانا واحد كذاب، اسمعوا، لو اتانا الواحد كذاب، احنا جالسين في رجل نحن نعرف انه كذاب شديد الكذب ما يصدقش، اتانا لما هنا قال يا جماعه الان من خلف المركز المكان مشايخ ولا شيء بدأ يشتعل نار، حصل فيه حريق، نحن نعرف أنه كذاب. تمام. في الأصل أن كلامه لا يحمل على الجد، نقول يمكن صح يمكن خطأ، صح ولا لا؟ لكن بمجرد ما قال لنا الكلمة التفتنا رأينا الدخان طالع، إيش نقول؟ كذاب نقول عنه، وكذاب في نفسه، لكن الواقع حادثة صحيحة. فعند الأثر إذا كان شديد الضعف لكن خلاص دخانه طالع، دخانه موجود، واقعه موجود، ما يحتاج على ذاك الوقت. الله حر في نفسه. ما بعض الناس يفهم الدجال أنه خليفة للأمة، وناس يفهم المهدي أنه أحد الخوارج، تتغير الموازين. ولهذا أول كلامي لو تذكرون قلت هناك شخصيات عديدة، شخصيات خير وشخصيات شر، ولهذا لابد أن نتعلم هذا العلم حتى نتعامل على الواقع الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر يقول قبل الدجال سنون خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، وفي رواية سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق أو السفيه يتكلم في أمر العامة. يأتينا واحد في الإعلام ولا واحد حط شعره مدري كيف كذا يتكلم وداعش وفلان 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 هناخذ، أصبحوا رسولنا هو التلفزيون. هذه مشكلة كبيرة في التعاملات الواقعية. نحن لابد أن نرجع إلى الحديث النبوي وإلى الوقائع وإلى الصفات وننزلها. يأتينا بعض العلماء يقول لك لا يجوز تنزل على الواقع. طيب ما تريد حديث رسول الله في الكتب في داخل الانترنت بس، تريدوا أمام السلاطين عشان تلبس الغترة كذا والثوب وتتعطر وتتبخر ويعطيك فلوس. هذا هو حديث رسول الله. حديث رسول الله واقع لابد أن نعيشه، لابد أن نعيشه صفات ووقائع نواجه بها أهل الحق نحكم عليهم بالحق. أنا أقول أن الدولة الإسلامية كما أني لا أقول أنها هي الخلافة التي على منهاج النبوة، لكن أقول لا يمنع أن نقول عنها خلافة بحكمها العام، لا يمنع أن نقول عنها خلافة، لكن ليست هي الخلافة الأخيرة الكبرى التي على منهاج النبوة، وإنما خلافة المهدي لكنها هي موطئة وستدفعها إلى المهدي وموحدة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج الراية السود من قبل المشرق فيوطئون للمهدي سلطانه. واللي من العلماء يتكلم عن الدولة يقول معها ضلالة أو يقاتلوا كذا الكلام هذا شيء. هل يمكن خروجها من العراق والشام؟
توطنها في غيرها من الدون؟ أنا لا أعلم أنها تتوطن في مكان من خلال الأحاديث قال كذا نص عليها. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول تنزل الرايات السود التي تقبل من خراسان اللي من أفغانستان، فتنزل الكوفة يعني العراق، فإذا خرج المهدي بمكة دفعت إليه بالبيعة، فدل على أن بيعتها وتواجدها سيكون في العراق، والمهدي سيخرج في مكة تدفع إليه، بل أن النصوص أشارت إلى أنهم سيتسارعون من هم معهم إلى المهدي أول ما يخرج. والدليل في هذا يقول بعد الخسف الذي يقع في البيداء فيأتيه أول ما بدأ بأهل العراق، فيأتيه عصائب أهل العراق، عصائب مجاهدين، يعني مجموعة مجاهدين، عصابات، فيأتيه عصائب أهل العراق وأبدال أهل الشام. لما ذكر العراق ذكر عصائب، لما ذكر أهل الشام ذكر أبدال. ما معنى البدل وما معنى العصبة؟ العصبة مقاتلين، الأبدال عباد، فمعناه أنه سيأتي من الشام عباد لكن من العراق مقاتلين. عصائب أهل العراق من الشام بيجوا على أفراد عباد، أبدال أهل الشام، ونجائب أهل مصر. نجائب يعني أصحاب الدهاء والسياسة. لو رأيت هذا الواقع هو اليوم الموجود عندنا في العراق، مقاتلين شرسين، هذا الذي يحتاجهم المهدي. في الشام ناس عباد أكثرهم، وهذا موصوفين بالعبادة. والبدل هو ذكر في أحاديث الأبدال، له أحاديث طويلة وكذا، على أنه هم قوم إذا ماتوا استبدل الله غيرهم، ولهم دعاء مستجاب يصرف الله عن أهل الأرض من البلاء ما لا يعلم به إلا الله، بسبب دعاء هؤلاء العباد الذين هم موجودين. قبل أسبوع بالتمام إمام المسجد الأقصى خالد المغربي يلقي محاضرة وهي موجودة في اليوتيوب، يتكلم عن المهدي، يقول المهدي سيخرج في هذا العام في المحرم، وإذا تأخر سيكون في السنة القادمة في المحرم، ويقول وسيخرج من عندنا من 70 إلى 80 شخص وهم أبدال أهل الشام، ونحن مستعدين لهذه المرحلة. ثم تكلم عن رؤى منامية وهي مسجلة في اليوتيوب وذكرت على التلفاز. عنوان المحاضرة يا شيخ؟ أنت ما حضرت من البداية؟ ما حد، أنت ما حضرت في كلامي يعني يذكروا التحديد. عنوان المحاضرة يا شيخ؟ طيب مسجل تمام. يا شيخ عنوان المحاضرة. لا هو يا أخي، لا يا أخي، المسألة ما هي التحديدات ليست تحديدات رقمية، وإنما تحديدات بأحداث زمنية. أحداث الزمنية ذكرنا، أنت ما سمعتها أول. جيت متأخر. جيت على ما قلنا لك. ها؟ خير يا شيخ حسن، الحديث اللي قلت فتنة تستنبط العرب. ها؟ حق دابر. بيقصد في أول جندي. يا شيخ ما كم سؤال؟ أنا منتظر سؤال يقول لك. إيش تقول عنها؟ المعركة لسه في دابر. هي الملحمة العظمى سيقوم بها المهدي عليه السلام. يعني تكون على المهدي. أيوة. ليس البغدادي يعني. لا هذول سيكونون أحد الأسباب، لأنه يأتي في وقت ويبدأ أهل الغرب يتصافون يعني يجمعوا لها. فيخرج المهدي، هم 66 الآن. فيخرج المهدي عليه السلام فيتحالف مع البغدادي أو يدفع إليه البغدادي فيصبحون دولة واحدة. فيقوم أهل الغرب ماذا يفعلون؟ يقول خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. يعني يقول أنت المهدي ما حصل بيننا وبينك شيء، نحن بيننا وبين هؤلاء الناس الذين أدخلتهم الآن في دولتك، بعد منهم خلينا نتقاتل معهم نصفيهم، هؤلاء إرهابيين. فيقول المهدي والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقولون إن العرب قد غدرت بكم، فيأتونكم ذاك الوقت يزيدوا الجمع، فيأتونكم في 80 راية. كم باقي دحين؟ 14. فيأتونكم في 80 غاية، 80 دولة، تحت كل راية 12,000 يعني 960,000 قريب المليون. فيجمع لهم المهدي مثل ذلك. لما يقول فيجمع لهم المهدي مثل ذلك عن نحو المليون، يعني إذا ستكون هناك صحوة جهادية كبيرة في الأمة. صحوة جهادية، يعني الآن جيش أبو بكر البغدادي كم يصل؟ كم؟ 100,000 وزين. أدوه 100,000 كذا يعني. أعلنوا 100,000. أنتم أعطوه 100,000. أكثر. لا 200. يلا. في نيجيريا يعني ثاني أعطوه 100,000. أنت الظاهر ما أدري شو نفسك يا صاحبي. 100,000 أعطوه. المهدي عليه السلام يأتي ب1,000,000. من 1,000,000 ينسحب الثلث، فيرجع ثلث الجيش
من حق المهدي، يعني كم الذين يرجعون؟ 300,000. 300,000 الذين ينسحبون من أرض المعركة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك لا يغفر الله لهم أبدا. ايش سبب رجوعهم؟ مما يرون من هول المعركة، قوة العدو لما يروها. هؤلاء من خيار أهل الأرض يفر الثلث. أيوه. يعني الثلث هؤلاء اللي فروا لا يغفر الله لهم هم برضو ما زالوا من خيار أهل الأرض. لا خلاص. هؤلاء منافقين. زي عبد الله بن أبي خرج في يوم أحد وسحب من ثلث الجيش. هو الجيش أصلا من خيرة أهل الأرض ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما يذكر كلام عام، يذكر كلام عام يشمل الصالح والفاسق، هم الجلساء لا يشقى بهم، لكن إذا خرج خلاص كده شقي وحده. هذا أتى معهم فكان نال يعني الأفضلية معهم، لكن لما رجع خلاص رجع على نفسه شقى. يا شيخ حديث فتنة تستنظف العرب قتلها في النار. ايش هي هذا الفتنة. هي فتنة الدهيماء نفسها. هي نفسها فتنة الدهيماء. هذا يحتاج لها كلام طويل كذا تفصيلي. دعنا في الاختصارات. عالم يقول في الحديث اللي يقول يصلح الله في ليلة يفسرها أن المهدي كان غير صالح فيتوب إلى الله. ايش أعيد؟ عالم يفسر هذه اللفظة يصلح الله في ليلة على أنه كان غير صالح فيتوب إلى الله. طيب أولا بالنسبة ليصلحه الله في ليلة هي كمثل ما يقول أهل العلم هي لفظة إعجاز، وليس المقصود منها لفظة إصلاح. لفظة إعجاز وليس منها المقصود إصلاح. يعني كيف من الله عز وجل عليه بالصلاح في ليلة واحدة؟ يعني في أمور كبيرة يستحيل أنها تأتي في ليلة واحدة، تمام؟ ستكون لهذا الرجل في ليلة واحدة. هذه مسألة. المسألة الأخرى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يشبهني خلقا، فإذا كان المهدي أخلاقه مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون هذا الرجل حامل للكبائر؟ مستحيل. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعمل الكبائر. لكن إذا كان يقصد من هذا أنه عامل للصغيرة يعني متلبس ببعض الصغائر هذا لا بأس. حتى الأنبياء جرت منهم الصغائر. أنتم تعلمون على أن إخوان يوسف ثم قيل في بعض الروايات أنهم أصبحوا كلهم أنبياء، وشفت العملة التي عملوها. هل ذيك بسيطة؟ شيء كبير جدا. ومع هذا اختارهم الله للنبوة. والأنبياء يعني ترفع عنهم الكبيرة، لا تقع عليهم الكبائر، تقع عليهم صغائر الذنوب وكذا. فالمهدي عليه السلام إذا كان من ناحية الصغيرة فربما يقصد بها هذا، ولكن ليست معجزة. فكثير من الناس يكون اليوم مثلا شارب دخان وفاسق وكذا ومتهاون في العبادة وكذا، وليلة واحدة واحد ينصعه في خلال الساعة قال تبت إلى الله وتاب وخلاص ورجع جايد على طول. تمام. خليه يصلي أول شيء. لا لا في واحد استشهد ودخل الجنة وهو ما ركع لله ممكن. أيوة نعم لا يمنع هذا. أنا لا هو يقول على طول يعني مجاهد، قلت له خليه يصلي. طيب تقول لي خلينا نكمل هذا. فالمقصود منها أنها تكون إعجازية لن تخرج إلا إلى إحدى حالتين. الحالة الأولى إما أنه لأنه ليس ابن ملك ولا ابن وزير ولا هو ملكا ولا وزيرا كان قبل ذلك، فلا يحيط بأمور السياسة العظمى، وهذه تحتاج إلى عقليات وإلى ناس مارسوها على مدى يعني عشرات السنين، فهو لم يمارس هذه. وفجأة في ليلة واحدة يبايعوه فيسوس العالم، فيأتي بأكبر خطط العالم الاقتصادية حتى يحتي المال حفيا، ويأتي بأعظم الخطط العسكرية فينتصر في أعظم ملحمة في التاريخ، ويأتي بأحسن خطط بالتوجيهات الدينية فيهتدي الناس حتى يقتنعون. تعال في زماننا اليوم انظر كيف معاناتنا. نحن 20 سنة اليوم ونحن نعيش في اقتصاد تحت الصفر، وكل يوم نقول إن شاء الله بيتحسن، وما فيش تحسن يعني وكل الجماعات دخلت فيه، من جماعات إسلامية وجماعات علمانية وليبرالية وغيرها تريد أن تحل فما استطاعت أن تحل. فكيف هذا الرجل يأتي يحل العالم كله، مش أيضا لدولة صغيرة كحق الكوكب الأرضي كله؟ فهذا يدل على أن الله عز وجل قد اختاره في ليلة واحدة، أو أنه يعني كما قال بعض أهل العلم أنها ليلة متكررة، لأن الإصلاح يكون عاما في كل شؤون حياته الدنيا والأخروية، ولهذا تكون ليلة متكررة. كمثل ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه وهاجرت فيه، فسماه يوم، ما قال تلك أيام، سماه يوم مع أن عدة أيام ذكرها، لكن قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه وهاجرت فيه، وفي رواية ابن عساكر وأقتل فيه أو أموت فيه. تمام.
طيب، فالمهدي عليه السلام تكون له ليلة متكررة، كأن يكون نفترض مثلا أنه في يوم السبت ولد، وفي يوم السبت يحفظ القرآن، في يوم السبت يبايع، في يوم السبت يهاجر، في يوم السبت تكون الملحمة العظمى فينتصر فيها، فتتكرر السبت في حياته، فيكون ليلة صلحه الله فيها كلها، فتسمى ليلة في اللغة إلى غير ذلك. كان يا شيخ سؤال المدح هذاك رفع. يعني اللي بايعوا فيه اللي بايعوا فيه يجري في على سبيل المثال، هل يعني مثل عليهم ويحكموا ليس الزكاة؟ شوف، بالنسبة لهؤلاء المبايعين يعني تعتبر يعني ما يقومون به جهاد وبيعة جهاد، ليست بيعة خلافة. بيعة الخلافة التي عنده المناطق التي هو قابض عليه يحكمها، هذه بيعة خلافة. لكن الذين هم من هناك بيعة جهاد حتى يستوطنوا، يعني حتى يمسكوا أراضي ويحكموها يتمكنوا عليها، تصير خلافته عليها، خلاص تجري عليها حكم الخلافة. المنطقة المسيطر عليها في اليوم ما فيها، فالمنطقة المسيطر عليها يجري عليها حكم الخلافة. احنا لابد نتعامل بالعقل، ما نتعامل بالأهواء والعواطف. نحن كلنا نحب الخلافة حقيقة، وهذه أمنياتنا من زمان، وربما شابت رؤوسنا في هذا الباب، ونحن نتمنى اليوم الذي نعيش فيه يوم واحد في ظل الخلافة. لكن أيضا لا تكون أحلام وكوابيس نعيشها على الفرش، لا بس نعمل عليها. نعم، تحركوا واجتهدوا، اللي جاهد جاهد واللي يدعو نعم، تحركوا عليها. لكن في المقابل لا تسمى بيعة خلافة بالنسبة للمناطق الغير مسيطر عليها، لا تسمى خلافة. ذكرت أن المهدي آخر وصوله إلى فلسطين سيفتح أوروبا وأمريكا جيوش فيرسل. مسألة الملحمة كان سؤالي وأنت جاوب عليه، بس قطعوك الشباب ما فصلت. وأنت بتقول سميت ملحمة لشدة الأسلحة التي فيها يعني. طيب إذا كان مثلا هم حشدوا لنا ما قرابة المليون والمهدي بيحشد المليون، وحتكون ملحمة لفتح الأسلحة، فرق العتاد يعني إحنا كمسلمين ما بسمعها، يقوم بلنا يرموها علينا زي اليابانيين. طيب، القنبلة النووية أولا أن أمريكا وأوروبا من يوم أن أتت إلى هنا لماذا جاءت؟ نجل النفط. هل يعقل وهي تريد هذه الثروة أن ترمي بقنبلة نووية تحرق المنطقة والنفط كامل؟ يعني في أسوأ الحالات إذا هم لا، لن يفعلوا علي وعلى أعدائي مثلا. لا، ما يقدروا على هذا، لن يستطيعوا، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، هذا لن يستعمله. الشيء الثاني، من يوجه أمريكا من الداخل؟ اللوبي الصهيوني، صح؟ اللوبي الصهيوني أين هو اليوم؟ فلسطين. هل يعقل أنهم يضربوا منطقة يحرقوا حتى فلسطين؟ القنبلة النووية ستحرق المنطقة كلها، هي مش ذرية زي هيروشيما وناجازاكي في اليابان، هذه نووية سيتعدى حدودها إلى الجزيرة العربية، إلى العراق، إلى الشام. يعني فلسطين ستهلك، يعني اليهود سيهلكون. طيب، هم عندهم اعتقاد على أن الملحمة العظمى ستقوم بين المسلمين والنصارى، وبعدها سيخرج مخلصهم اللي هو الدجال يقصدون به، ويأتي إلى بيت المقدس ويقيم هيكل سليمان اللي هو الكنيسة، ويحكم العالم 1000 سنة مستقبلية. هذا اعتقادهم الآن. فهل يعقل أن يحرق المنطقة اللي هو يعتقد فيها ويحلم بها؟ يعني مثلا إحنا الآن نريد أن ندخل، مثلا نريد المهدي يخرج، نريد أن ندخل الحرم نبايع، وبني سعود مثلا متخاصمين معهم ورافضين أنهم يجعلون نقيم هذا المشروع، وملكنا قنبلة نووية. أنت ملكت قنبلة ذرية ولا نووية؟ ستروح تضربها في وسط مكة من أجل أن تهلك بني سعود عشان تبايع؟ طيب، انتهى الحرم وانتهى الكعبة وانتهى كل شيء. فلا يعقل، ففي موازين أصلا تمنعهم أن يستعملون هذا الشيء. الشيء الثاني، اليوم باكستان معها قنبلة نووية، حتى وإن كان هؤلاء المتسلطين عليها، لكن عندهم قدر من الحرية في أنه لو أمريكا ضربت المنطقة سيضربوها مباشرة. هذا موجود في باكستان، وهي سنية، تمام ولا لا؟ إيران تطمع الآن في المنطقة، هم يسمون نفسهم حكام الشرق الأوسط الجديد، يملكون أيضا النووية، فهم مستحيل أن يضربوا، هم سيضربون من هنا وباكستان ستضربون من هنا. يعني معناهم حتى يقولون الآن في السياسات الدولية أي ضربة نووية معناه حرق الكرة الأرضية، لأنه كل واحد سيرد على الثاني. ماشي، مثلا قوة واحدة. ما فلهذا في موازين، هذه الموازين لابد أن تعرفها في السياسة، فيستحيل. لكن في آخر الأمر هم يشعرون أيضا على أن المسلمين سيسيطرون، ثم بعد سيطرة المسلمين سيأتي يأجوج ومأجوج، وغالب الظن أن يأجوج ومأجوج هم دول الصين وما حولها، لأنه قال فطس الأنوف صغار الأعين كأنه جوم المجان المطرقة.
فهي تنطبق عليهم. وهناك قبائل إلى يومنا هذا ما تزال موجودة تسمى يأقوق ومأقوق، لها أبحاث موجودة إلى يومنا هذا، وهم عبارة عن الجنس التركي، يسموه الجنس التركي، اللي هم الوجوه العريضة، العيون المشحطة، هذه الأنوف الصغيرة وكذا. فكأن حضارة الصين ستصل فيما نحن نتحارب مع النصارى ونتملك، هم في ذلك الوقت يصلون إلى أرقى أنواع الحضارات، فينفكون على الناس، فينفكون في عهد عيسى بن مريم. يقول الله عز وجل لعيسى: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدانيهم أحد فاحرز عبادي إلى جبل الطور. فيحرزهم إلى جبل الطور، فهم ينصبون على أهل الأرض يقاتلونهم وكذا. ثم بعد ذلك يسأل الله عليهم النغف وغيرها. فالمهم الموازين الدولية لا تأتي أبدا في هذه المرحلة إلى أنهم يضربون بالنووي أو غيره. ربما تستعمل رؤوس نووية في صواريخ، أجزاء بسيطة، مش كمناطق، أجزاء بسيطة يعني حاجات خفيفة وكذا، بعد أن تحرق بعض المناطق. يلا عبادي هؤلاء المسلمين جميعا؟ لا، المجاهدين